مساء الفل لكل اللي بيتفرجوا علينا او بيسمعونا في حلقه جديده من جيفينج باك. حلقتنا النهارده مع الميوزك كومبوزر خالد القمار. ازيك يا خالد؟ اهلا اهلا، ايه الاخبار؟ يعني والله زمان والله عشرة. بقالنا حبه حلوين ما عدناش القعده دي. ده حقيقي. أم، خالد، احكي لنا بقى عن بدايه الكارير ابتدى ازاي، بس او يعني الباشن بقى بتاعك، since انت الباشن عندك يسبق الكارير بكتير قوي. بكتير قوي. فاحكي لنا ابتدى بقى ازاي ومنين لغايه ما وصلنا للنهارده كده يعني. اوكي. هو الباشن موجود منذ ان وعيت على الدنيا، يعني ما اظنش ان انا عمري ما كنتش passionate about music and arts عموما يعني، بس طبعا الميوزك تحديدا يعني. اول ميموريز فاكرها خالص في موضوع ان انا بابايا كان بيسمع كلاسيكال ميوزك كتير قوي. ودي ايامها كانت حاجه مش منتشره قوي يعني، او كان نادرا لما يبقى في حد، يعني احنا عيله ملهاش علاقه بالمزيكا خالص ولا علاقه بالفن، فكان نادرا قوي لما تلاقي كاجوال كلاسيكال ميوزك ليسنر في مصر يعني. كان الناس ايذر انت ميوزيشن وبتسمع كلاسيكال ميوزك، او انت مش انترستد اصلا يعني. بس فانا بابايا كان من الناس القله القليله دول اللي هم ما اظنش ممكن يجوا مثلا 0.1% مثلا من المصريين او حاجه يعني. بس I got very curious about classical music, و I got very curious about the stories behind the music. يعني قد ما كنت مهتم بالمزيكا نفسها كان يهمني قوي ان انا اعرف ايه الظروف اللي كانت محيطة بهذه المزيكا، الكومبوزرز دول كانوا عاملين ازاي كبني ادمين يعني وكده. I got interested في الناحيتين. وبعدين كان عندي ساعتها يمكن 4 سنين او حاجة في الفترة دي، وبعدين السنة اللي بعدها على طول اكتشفت لاين كينج. ولاين كينج كان نقطة تحول في حياتي، ان انا اكتشفت ان المزيكا اللي انا اوريدي بحبها دي ممكن تتحط على ميديوم تاني ويبقى بقى فاهم this combo of music and picture يعني and music and narrative. وقد ايه المزيكا كانت مدية للاين كينج يعني a completely different dimension كده and it made it so believable so relatable ليا كطفل في الرابعة او الخامسة يعني. بس وساعتها حسيت انه بس خلاص this will be my life وقد كان. انا فاكر احنا قاعدين زمان وكنا بنتكلم ان كاطفال احنا كنا بنقعد نقلد لعيبه الكوره وبنقعد فاهم ايه نعمل ايه فاهم ايه ده التقليد بتاعنا. وانت كنت بتحكي لي ان تقليدك كان مختلف خالص. بتحكي لنا كنت بتقلد ايه؟ كنت بقلد بيتهوفن، موتسرت، جون ويليامز، اي حد يعني من دول. عن طريق انك كنت بتعمل ايه بقى؟ كنت ماسك السماعات الشماعات وبعمل نفسي الكوندكتور في البلكونه مثلا. يعني اعتقد بدايه لطفل ما حدش كان متوقعها ابدا يعني. بس طيب ده الباشن بقى. احكي لنا الباشن ده ابتدى يترجم واحده واحده ازاي؟ يعني ايه اللي حصل في التشايلدهود بتاعتك وانت جروينج اب خلاه يفضل يتبلور لغايه ما وصلنا لغايه النهارده؟ اوكي، هقول لك. انا بالنسبه لي في ممكن نقول في لحظات فارقه كده، منهم لحظه ما ابتديت اقعد جنب والدي وهو بيسمع موسيقى كلاسيكيه، لحظه لاين كينج. وبعدين لحظه كان يمكن عندي 19 سنين كده، لحظه كنت اكتشفت عمر خيرت. ودي كانت لحظه فارقه جدا بالنسبه لي، فكره ان ده مصري يعني. انت فاهم، انت متعود بقى ان انت بتسمع عن كل دول، بس فكره ان في حد مصري بيعمل كده ده كان بالنسبه لي حاجه يعني it took me a very long while to grasp قد ايه الراجل ده يعني عمل حاجه فعلا ما حصلتش في مصر قبل كده. وفكره ان هذا الجمهور المصري يبقى بيروح الاوبرا يدفع فلوس عشان يسمع مزيكا بس، وفكره ان في موسيقى صوتها مصري قوي كده بس طالعه من الفورمات بتاع الاوركسترا ده كان بالنسبه لي حاجه مبهره جدا جدا. فدي كانت لحظه تحول اخرى. اللحظه اللي بعدها بقى جت بعدها بسنتين 3 كده لما اكتشفت خالد حماد اللي هو مؤلف موسيقى كل بقى افلام طفولتنا، اللي هو صعيدي في الجامعه الامريكيه واللي بالي بالك وغبي منه فيه. وبص كل افلام المرحله دي موسيقته. فكان بالنسبه لي اللي هو ده مش بس في واحد مصري بيعمل كده، ده في واحد مصري بيعمل كده دلوقتي واكبر مننا مش بكتير قوي يعني. خالد حماد يمكن دلوقتي اظن 52 سنه او حاجه، فاكبر مني ب 20 سنه. فاللي هو يعني فاهم مش يعني عمر خيرت برضو رجل في السبعين من عمره يعني، فاللي هو طبعا استاذ وقامه كبيره قوي يعني. بس كان بالنسبه لي اللي هو حد في عالم تاني يعني، فاهم، اللي هو مولانا عمر خيرت يعني. بس فكوني بقى ان لقيت في حد ابروتشبل اللي هو خالد حماد، والمزيكا بتاعته از مور ريليتبل تو اس وكده. فده كان نقدر نقول ان ده كان التشيك بوينت الاخيره بقى، اللي هو من ساعتها خلاص حسيت ان بس انا كده انا جاهز ان انا اقتحم هذا المكان يعني. طيب وامتى اكشلي ابتديت بقى تتعلم مزيكا؟ او البدايه دي جت منين؟ وايه اول انسترومنت تتعلمها يعني؟ أوكي.
بص، هو انا موستلي كنت سيلف توت لحد من 8 سنين بالظبط، لما قررت ان انا ابدا مثلا. يعني انا اول مره ادرس مزيكا بشكل منهجي يعني كان في الماسترز. قبل كده كان موستلي سيلف توت، خدت كام درس كده تخاطيف، درس بيانو ده ودروس ميوزك ثيوري وبتاع، بس كانت حاجات متقطعه جدا جدا. I was more interested ان انا اعلم نفسي بنفسي. being the geek and the nerd that I am يعني كنت بذاكر الكتب، كنت اي كتاب لي علاقه بالمزيكا بذاكره، سواء بقى كميوزك ثيوري، ميوزك هيستوري، philosophy of music، اي كل ما له علاقه بالمزيكا يعني كنت بمسك الكتب واذاكرها. كنت زمان بلعب بيانو، ولكن نظرا لان انا اتعلمت من الكتب فجرادولي ابتدت علاقتي بالمزيكا تبقى تكست بيزد قوي، وعلاقتي بالالات ابتدت تقل قوي. ابتديت لما تعجبني بيس اجيب النوتة بتاعتها يعني وافصصها، اشوف كل انسترومنت بتعمل ايه وهكذا، سواء البيسز دي هانز زيمر او بيتهوفن او موتسارت، او يعني سواء كلاسيكال او كونتمبرري يعني. بس وبعدين ده حاجه اثرت جدا 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 في طريقه تعاملي مع المزيكا، ان هو نقدر نقول مثلا 90% من علاقتي بالمزيكا كانت عن طريق الكتب، مش عن طريق لا ممارسة ولا عن مدرس ولا عن اي حاجة. فابتدى ان انا تفكيري في المزيكا يبقى برضو تكست بيز اكتر يعني. عشان كده انا دلوقتي لما باجي بألف بالكتابة مش بالعزف او كده يعني، مش بقعد على آلة اعزف قد ما بقعد على الكمبيوتر اكتب بس. حلو قوي. طيب كل ده كان باشن واضح جدا جدا منذ الطفولة وكل حاجة، لغاية ما تعرفت على خالد وهو جوه كلية هندسة. ازاي يكون كل الباشن ده موجود تمام وفي الاخر تدخل هندسة؟ باختصار شديد جدا، ابويا اشتغلني وقال لي انت لو دخلت هندسة هتلاقي عندك وقت تعمل مزيكا زي ما انت عايز، وهي الهندسه مش هتاخد منك اكتر من ساعتين في اليوم. هو قال لي الجمله دي بالنص، قال لي الهندسه مش هتاخد اكتر من ساعتين في اليوم. وكانوا رافضين تماما فكره ان انا ادخل اي دراسه ليها علاقه بالمزيكا يعني، مستخسرين المجموع وبتاع. فانا بحسن نيه صدقته ودخلت هندسه مقتنع ان هي هتاخد مني ساعتين في اليوم، وطبعا فوجئت ان هي بتاخد عمرك كله يعني. ولكن still I managed ان انا على مدار سنين الهندسه كلها اكون بذاكر مزيكا طول الوقت، وعملت بورتفوليو كبير قوي بقى. كنت بعمل افلام قصيره طول سنين هندسه. فعلى ما اتخرجت بقى عندي بورتفوليو كده اللي هو ايه، بروح ابعت للناس كده لهم يا جماعه هذا انا. وانت كنت طبعا انت اول حد اشتغلت معايا في الدنيا، سلام عليا. كولابوريتور احنا اشتغلنا يمكن قبل ما اتخرج حتى، صح؟ كان في اخر سنه يعني، صح. اخر سنه لينا احنا الاثنين. انت دفعتي برضه سنه 2012. انت كنت هندسه برضه؟ كنت يا ابني انا بابايا اشتغل نفس اللي اشتغلها، بس انا بقى في عماره، انا ما بعرفش ارسم. انت اصلا بقى هو قال لي لا الرسم ده اتلغى خلاص، مفيش معماري بيرسم بايديه، كله كمبيوتر، مش هتقرب انت من الرسم. الحمد لله. الحمد لله. نفس الفخ والله ايام الحمد لله. والحمد لله ما نجحتش وانا في الجامعه ان انا اعمل بورتفوليو من اول سنه يعني، ما عرفتش ان انا بحب الافلام غير في اخر ثالث سنه بس. عملت يعني وقتها فيلمين يعني بس. طب حلو، انا فاكرهم اظن. كان عملت الكنيسه ويوسف دول اللي كنت عملتهم، بس من بعدها بقى بقت كل حاجه معاك بعدها بالظبط. طيب يعني برضو انت الجامعه كان فيها المرحله بتاعت الميوزك انسامبل. والمرحله دي اعتقد يعني برغم ان انت ما دخلتش درست ميوزك، بس مش كل الناس بتخش جامعة بيلاقوا فيها كيان زي الميوزك انسامبل يفرق معاه ويساعده. فممكن تكلمنا على برضو المرحلة دي في حياتك فرقت ازاي وساعدتك قد ايه، وبعد كده نبدأ نخش بقى من بعد الجامعة عملت ايه. اوكي. الميوزك انسامبل كانت ديفنتلي لحظة فارقة جدا في حياتي. ان كان قعدت 3 سنين في هندسة مفيش اي سيره للمزيكا في الجامعه، اللي هو يعني انا بروح الجامعه ابقى مهندس، بروح البيت ابقى ميوزيشن، لحد ما في لحظه كده لقيت الجامعه فتح فيها ميوزك انسامبل. فكان بالنسبه لي اللي هو ده في بقى ان انا ممكن اروح الجامعه ابقى ميوزيشن برضه. فكانت لحظه فارقه جدا. وفكره انك تتعرف على ناس باشنت زيك في المزيكا وكده، وبعدين شويه وابتدى يبقى في عهود خضر اللي هي كانت المانجر بتاعت الانسامبل، كانت شخص انسبايرنج لاقصى درجه في الدنيا يعني. لحد النهارده هي من اكتر الناس الانسبايرنج اللي عرفتها في حياتي يعني. هي دلوقتي اظن عايشه في المانيا على قد ما انا فاهم. بس ايامها كانت هي المانجر بتاعت هذا الانسامبل يعني، وكان دايما ليها انبوت كده ما يتنسيش يعني. وكانت دايما بتانيشيت بروجكتس ملهمه جدا. منها مثلا ان احنا في مرحله ما I'm very interested in theater عموما،
وخصوصا لو هو موجه للاطفال يعني. ففي مرحله ما قلنا طب ليه ما نعملش الليله الكبيره اللي هي بتاعت مسرح العرايس نعملها بشكل جديد للاوركسترا وكده، وهي يعني شالت الموضوع على اكتافها يعني لحد ما طلع للنور مشكوره. وقدمناه كذا مره بكذا اوركسترا، وفي مره كانت اوركسترا صغيره وفي مره كانت اوركسترا اكبر. بس فلا الميوزك انسامبل كان بالنسبه لي اللي هو اول مره تبقى ان تاتش مع ذا ريل وورلد كده، او ان انت تبقى عندك ميوزيشنز تحت ايدك بتجرب فيهم بقى. اللي هو كنت مثلا بعمل ارينجمنتس للاغاني بتاعت ديزني والحاجات دي، واللي هو اروح بقى بالارينجمنتس بتاعتي واحط النوت قدامهم واشوف بقى العك اللي انا عكيته ده هيطلع عامل ازاي في الحقيقه يعني. ودي كانت اكسبيرينس يعني لا تعوض. ولحد دلوقتي على فكره يعني unless ان انت معاك بادجت كبيره قوي 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 you can never afford the luxury of انك تجرب وتشوف ايه اللي هيحصل يعني، فاهم؟ بس اتعلمت ده من هناك. جميل. اتخرجت بقى يا خالد، ايه اللي حصل من ساعه التخرج واحده بواحده كده؟ احكي لنا الدنيا مشيت ازاي. اللي حصل من ساعه التخرج اني قابلتك واول كام بروجكت كانوا معاك، وكان في الفتره دي كان في قبيله واكسير وجدران، وكنتوا انتوا الدايره اللي حواليا يعني هي كانت فتره الحمد لله لينا كلنا، كانت فتره يعني كانت بالنسبه لي كانت اكتر فتره اللي هو الواحد عنده الحريه ان هو يجرب كده، والواحد كان باشنت قوي 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 مش متوقع اي حاجه. دي كانت الفتره ان لا الناس متوقعه منك حاجه ولا انت متوقع حاجه من الناس. صح دي بالنسبه لي كانت حاجه فيري سبيشال يعني. حتى يعني دلوقتي وانت بتحكي كده وافتكرت المكان بتاع جدران وكده لا يعني I remember it very fondly يعني. الحمد لله يعني والله يعني هي بنت عندنا كلنا حاجات كتير وعملت I think يعني اعتقد ان هي خلقت الدور بتاعها والمساحه بتاعتها في ان هي ايه يعني تبقى مرحله عابره في حياتنا كلنا اتقابلنا فيها وبتاع نسخن بعض ونحمس بعض لغايه ما كل واحد ابتدى ياخد الخطوه اللي بعدها والخطوه اللي بعدها وكده. بس انت برضو الفتره دي بقى يعني كنت ابتديت تاخد فيها ستبس برضو بجنب بالحاجات اللي احنا كنا عمالين بنجرب فيها مع بعض وكده. فاحكي لنا بقى من هنا الدنيا مشيت ازاي وكده. الدنيا مشيت ازاي من ساعتها؟ طبعا الشغل مع جدران بلس البورتفوليو اللي عملته ايام الجامعه ابتدى البورتفوليو يكبر يعني، فابتديت ابعت لناس كتير قوي قوي قوي. ما كانش اي حد بيرد خالص لحد ما في يوم من الايام رد عليا هاني عادل. كان ساعتها هو لسه فاتح استوديو جديد يعني، وكان بيدور على كومبوزرز صغيرين وكده. فرحت وما كنتش مصدق نفسي خالص يعني. كان بالنسبه لي اللي هو انا فعلا بقيت بشتغل في ميوزك ستوديو يعني. اللي هو كان بالنسبه لي فعلا اقصى امالي واحلامي بتتحقق يعني. وابتدى ان احنا في الاستوديو ده ابتدى يجي لنا افلام حقيقيه بقى، افلام سينما بقى. فكان فعلا ما كنتش مصدق نفسي خالص يعني. اول فيلم خالص اشتغلت عليه كان فيلم عشم بتاع ميدي مورجان انتاج حفظي. كان فيلم اندبندنت بقى، فاهم اللي هو اندبندنت على ابوه بقى يعني، فاهم. وميزه الحاجات دي ان انت هي بتديك مساحه انك تجرب وانك تاكسبلور، وان ما يبقاش فيه البريشر المهول بتاع الاندستري وكده. بس في عشم كانت تجربه مثمره جدا جدا. الفيلم كسب مزيكا، كسب جايزه على مزيكته في مهرجان جماعه الفيلم سنتها. فده كان بالنسبه لي هو ده انا لسه اصلا بقول ايه، انا اصلا مش عارف انا بعمل ايه يعني. فاللي هو من اول خطوه كده كون ان المزيكا تبقى يعني appreciated بهذا الشكل كانت a very definite step forward يعني. بعدها ابتدى يجي لنا افلام اكتر في الاستوديو بتاع هاني فتره لحد بقى 2015 لحد ما قررت ان انا بس خلاص it's time to study music academically بقى. بس فقعدت اقول انا هقدم على باتشلر ولا هقدم على ماسترز، نظرا لان انا زي ما بقول لك انا كنت سيلف توت تماما. فانا مش ما عنديش تخيل انا ذاكرت ايه وما ذاكرتش ايه يعني. بس فقعدت اقدم حبه على باتشلر وحبه على ماسترز لحد ما فوجئت ان انا بتقبل في كل الماسترز اللي انا قدمتها. فساعتها قلت بس يعني خلاص يبقى يعني I'm at a master's level. فقدمت وجات لي سكولرشيب تبع مؤسسه القلعه. وحابب بهذه المناسبة ان انا اشكر مؤسسة القلعة جدا 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 لان انا ساعتها I was nobody تماما and they for some reason that I don't really know يعني believed in me enough to grant me this scholarship يعني. وبفضل هذه السكولرشيب رحت اسكتلند. كان قدامي اماكن الدنيا كلها يعني، كنت مقبول في كذا بلد تاني يعني، بس اسكتلند is very dear to my heart يعني لحد النهارده.
بس فحسيت اللي هو هدرس مزيكا في اسكتلندا، يعني ده حلم حياتي يعني. بس فرحت ودرست وبس، اصبحت اكاديمي. يعني الحاجة بس اللي أنا عايز أقولها في الجزء اللي أنت اتكلمت فيه، إن ناس كتير ممكن يكون بيجي لها فرص في بدايتها، والفرص دي زي ما أنت اتكلمت إن فيلم زي عشم هو في الآخر فيلم مستقل تماما، ومفيش بقى ميزانية كبيرة ومفيش مش عارف ايه، رغم ان انت في الاخر هو الفيلم انتاج حفظي. في ناس كتير ممكن تدخل المدخل بتاع ان هو الفيلم انتاج حفظي، فاكيد لا انا على الاقل لازم اخد فلوس اللي انا عايزها، لازم اعمل الحاجة وكده، وده ما كانتش ظروف الفيلم وقتها خالص. وانت خدت 7000 وقتها جنيه خدت كام؟ 7000 جنيه 7200 جنيه ما بالظبط. شاء الله. طب فاكر خدت قبليهم بالظبط. كام؟ لا كان في مرحله بقى 200 جنيه و250 جنيه لا فاكر وفاكر ال 2000 جنيه يعني. لا طب انت قلت لي 2000، ايه انا قلت لك لا 2000 ايه؟ 2000 اه ده قليل قوي، انا معايا 3000 جنيه. يا لهوي. فاكر دي الايام بالظبط. بس كان فيلم يعني سينما بقى بتاخد 7000 جنيه بقى يعني. بالظبط 9000 جنيه يعني ده كان بالنسبه لك ايه؟ هو فعلا رقم مش كبير، بس انت كان بالنسبه لك هو كخطوه، وكان بيحقق معادله انت محتاجها، هي ان انت تثبت نفسك، تثبت انك موجود. فيلم راح مهرجانات، كان ليه بالظبط. ثيوريتيكال ريليس، الحاجات دي كلها، وانت بتخلق منه حاجه للخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها. فيعني ساعات الواحد بيبقى نفسه لما تجيله الفرصه، تحس الفرصه دي هتخليه يعني ايه، يروح في حته تانية خالص، مش عارفه ايه وبتاع، وان هو بيبقى لما كمان بيعرف ان opportunity مع اسم كبير بيبقى عايز يكسب فيها من كل النواحي. بس انت يعني ايه قررت تركز فيها من ناحيه مين بشكل كبير وقتها، وهو انك تخلق منها ميوزيكال بيس قويه تكون خطوه للمشاريع اللي بعدها يعني. الحمد لله. انت عارف جزء من الموضوع ان في هذه المرحله اللي هو كنا معرفش بنلعب تقريبا، اللي هو انا ما كنتش مفكر، ما كنتش مخطط، ما كنتش حاسبها زي ما انت بتقول. يعني انت بتقول دلوقتي وانت بتحكي it would sound like ان انا كان عندي البلان دي، ان انا فاهم ده بروجكت حلو بقى انا همسك فيه بايديا واسناني وهعمل كل اللي اقدر عليه، بس احنا وقتها ما كناش حاسبينها كده، فاهم؟ اللي هو جالي بروجكت وي وير جاست اكسبيرمنتنج يعني، او فاهم؟ ما كانش عليك الضغط الكبير ده بالظبط. ممكن لو ادركت وقتها كنت تتوتر بالظبط. يمكن لو انا كنت حاسبها قوي واللي هو فكرت بقى ان بس خلاص هو ده المشروع اللي انا همسك فيه بايديا واسناني وبتاع، يمكن ما كانتش المسيكه هتطلع كده يعني. اوكي طيب من هنا نيجي للمرحله اللي انت اتكلمت فيها على موضوع الدراسه، ونسال السؤال المهم. رغم ان انت كان ابتدى يكون عندك شغل واضح ان هو لذيذ في السوق والناس بتتفرج عليه وحاسه ان طب ما انت خلاص، ما انت عملت فيتشر والتاني وفي حاجات كتير ما بتمشيش بالدراسه يعني، فانت لو انت سكيلد بشكل كافي خلاص كمل كده. فليه بالنسبه لك كانت الدراسه مهمه؟ ليه الدراسه كانت مهمه؟ ده سؤال جميل جدا. ليه شقين. اوكي، شق ليه علاقة بإدراكي التام إن هذا الكارير مهما كنت كبير فيه باستثناءات قليلة أوي 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 أوي، كارير عمره قصير أوي. حتى لو فضلت بتشتغل، وحتى لو فضلت ناجح بشكل أو بآخر يعني، ولكن your peak دايما بتبقى يعني if you're very lucky هتقعد 10 سنين. ده if you're very very lucky يعني. وايا كانت درجه شطارتك يعني، اللي هو حتى حد زي بليغ حمدي مثلا، كل الاغاني اللي احنا حافظينها له هتلاقيها خرجت في سبان 10 سنين مثلا. بعد كده يعني اغاني في الستينات مثلا كلنا حافظينها عن ظهر قلب، اغاني في الثمانينات نذكر منها 3-4 مثلا، فاهم؟ فهو this is the natural flow of this career يعني، او this is how it progresses يعني. فانا كنت مدرك ده تماما، فحسيت اللي هو تمام I am building a career دلوقتي، بس هو eventually هينتهي، فالواحد محتاج يبقى عنده يعني a solid ground يقف عليها يعني. فطبعا الناحية الأكاديميك بتوفر لك ده جزء. والجزء التاني ان نظرا لان انا سيلف توت تماما، فكان نقدر نقول ان تعليمي للمزيكا كان فيه كده جابس ما كنتش عارف حجمها، وما كنتش عارف انا مش عارف ايه، فاهم قصدي؟
بس وجودك في وسط يعني جامعه ووجود بروفيسورز وكده بتبدا تدرك بقى ان هو طب ده وانا بذاكر مع نفسي I missed this part. فعايز اقول لك ان هو يعني الماسترز نفسها ما فرقتش معايا في حاجه خالص, بس الكونفرسيشنز اللي كانت بتحصل, السايد توكس بقى اللي كانت بتحصل هي اللي كانت مفيده جدا بالنسبه لي يعني. اوكي. بس على النقطه الاولانيه اللي انت بتتكلم فيها, انا طبعا يعني النقطه الثانيه اللي انت اتكلمت فيها هو زي بالنسبه لناس كتير جدا بتفكر تدرس فيلم ميكنج, كل الناس بتقول لهم اكاديمكس ممكن ما تتعلمش منها حاجه, بس فيلم سكول از وات يو ميك اوت اوف ات. بالظبط. فانت الفتره دي عندك اكويبمنت موجوده في الجامعه, عندك ناس بتقابلها, عندك بالزبط. مش عارف ايه, يا اما تطلع بكونكشنز, يا اما تعمل افلام, يا اما تعمل الحاجات دي اللي تخليك ايه بالظبط تطلع الطلعه بتاعتك بالظبط. بس هبص للناحيه الاولى, واحد عنده الشغف, والشغف ده يعني بالطريقه اللي عندك ده من وانت صغير, والعاطفه دي لما بتكون موجوده ما بتخليش حد يفكر بالطريقه الراشنال اللي انت فكرت بيها دي بتاعه ان انا خلاص الموضوع عمليه حسابيه, الناس بتقعد رينج 10 سنين فخلاص اكيد الكارير بتاعي هينتهي. وبالعكس لما الواحد بيبقى عايز ينجح بيبقى يفكر انا هفضل اكمل اعمل ده بقية حياتي. انت لغايه دلوقتي احنا اهو يعني من ساعه ما ممكن نقول ان احنا اتخرجنا دلوقتي انت بقالك 12 سنه. فك 12 سنه ممكن نقول ان انت الكارير بتاعك ابتدى يتيك اوف مثلا وانت 2016 2017 يعني ده ريل تيك اوف كانت 2018 مثلا. تمام. يعني انت بتخيلك ان كده خالد القمار السبان بتاع الكارير بتاعه هيخلص وهو سنه 2028 مثلا البيك, يعني ممكن افضل مكمل يا رب, يعني افضل مكمل على طول, بس اتوقع ان البيك هيبقى كده. يعني this applies to everyone. يعني عارف مثلا عمر خيرت على قد ما هو دلوقتي he is an icon and a legend يعني, بس كل الموسيقى اللي احنا حافظينها له خرجت في سبان 8 سنين مثلا, من 84 85 كده لحد 95. دي اللي هي البيسز اللي هي ذا كلاسيك عمر خيرت بيسز يعني. بعدها بقى هتلاقي ايه ان هو مثلا كل 6 سنين بتطلع بيس كده اهيت, كل 5-6 سنين, ولكن في الثمان سنين دول مثلا اللي هو everything he touched was a hit, فاهم؟ انا ارفض اللي انت بتقوله ده بشده. ارفضه بجد, لان انا شايف ان انت عندك ان انت تقدم اكتر من 10 سنين بكتير. 10 سنين في البيك, مش ان انت تكون بتمارس المهنه لمجرد ان انت بتمارسها. والحمد لله الفتره اللي فاتت الناس شافت كتير من التالنت بتاعتك وحاجات علقت معاهم كتير وبقى خلاص يعني الناس لما بتسمع مزيكا بقت بتبدأ تركز ان خالد هو اللي عامل المزيكا دي. لكن انا يعني انا مبسوط لك ان انت عملت الماسترز وان شاء الله تعمل PhD وكل حاجه يا رب. بس يعني ارفض بشده التفكير من الناحيه دي, عشان ده لو حصل انا هجيبك فاهم من جامعتكم ارجعك تشتغل تاني ايه في المزيكا, لان انا متخيل ان انت عندك كتير وكتير يعني ان شاء الله. يعني اتمنى ذلك. طيب الكارير زي ما انت قلت يعتبر ابتدى يتيك اوف سنة 2018. كان ايه بالنسبة لك الحاجة اللي حصلت في الفترة دي؟ او بص قبل ما نوصل للمرحلة دي هسألك سؤال تاني. الفترة دي كنت بتعمل فيها دراما وبتعمل فيها اعلانات الاثنين, ده حقيقي. اوكي. وفضلت ماشي في السكة دي دايركشن طويل لغاية بقى ما هنيجي نقول لسنة 2018 بالظبط. كان ايه اللي حصل بقى في 2018 عشان نقول الحتة دي؟ اوكي بص هقول لك, هو من 2012 ل 2018 كان شغلي كله ايذر, او يعني دوري في الكارير كان بيتلخص في يا اما دوري صغير قوي في بروجكت كبير قوي, او دوري كبير قوي في بروجكت صغير قوي. ان هو يعني يا اما هبقى المين كومبوزر في اندبندنت فيلم, يا اما هبقى اسيستنت كومبوزر في مسلسل عادل امام, فاهم؟ وفضلت بتأرجح بين الاثنين دول, وانا كنت مبسوط ان انا بتأرجح بين الاثنين دول يعني. و I gained a lot of experience يعني, لحد ما جيت في 2018 جالي اول مسلسل رمضاني بقى. ففكرة مسلسل رمضان ان هو دي انت اول مرة مزيكتك هتدخل البيوت, مش الناس اللي محتاجة تروح تسمعها. بس فدي بتبقى لحظة فارقة تماما, اللي هو انت الناس قاعدة بتفطر ولا قاعدة بتتعشى في رمضان ولا بتاعه, وفي مزيكتي موجودة, فاهم؟ بس فكان مسلسل قبيل, كان اول مسلسل بقى يعني رمضاني اعمله. and the music got noticed simply يعني.
وابتديت بقى احس بنوع اخر من الاتنشن. يعني انا مثلا قبلها كنت I developed a very solid following على ساوند كلاود. ابتدى يبقى عندي تراكس ممكن تجيب مليون بلايز مثلا وكده، which is بالنسبه لان instrumental piece رقم محترم يعني. وكان يعني في اللي هو a steady flow of messages and comments مش عارف اللي هو كان فيه a solid following على ساوند كلاود يعني. بعدين لما بقى المسلسل اتذاع فوجئت بقى بنوع اخر تماما اللي هو بقى thousands upon thousands of messages. وفاهم اللي هو يعني ابتديت تدرك ان يعني البليس بتاعت التراكس ابتدت بقى تبقى 2 مليون و3 مليون و4 مليون، اللي هو ابتدى يبقى فيه بقى الارقام بقت ابتدت تبقى بالملايين. ابتدى يبقى المليون بليس ده رقم عادي، اللي هو ما بقتش بتخض اللي هو ايه ده التراك ده جاب مليون بليس تاني يعني just another one. فاهم؟ ابتدى الموضوع يبقى بالنسبه لي في سكوب ما كنتش متخيله ابدا يعني. ما كنتش متخيل الموضوع ممكن يوصل لكده. والاهم بقى من ده هو الانفلونس اللي انت بتشوفه على الناس، انك تبدا بقى تلاقي حد بيعمل كفر لمزيكتك مثلا. تبدا تلاقي حد بيقول لك انا عايز اخد مزيكتك استخدمها في فيلم اندبندنت. تبدا الناس تستخدم مزيكتك على ريلز على انستجرام وعلى تيك توك ومش عارف اللي هو فاهم. ابتدى يبقى اللي انا بعمله ده حاجه موجوده على ارض الواقع بس. فده ابتدى يحصل في 2018 و19 كده. وبعدين يعني ده كان ليفل 1. اتريلي بلو اب بقى في 2021 او 2020 ليت 2020 مع ما وراء الطبيعه. فاللي هو ابتدى يبقى عندك ايه اللي هو قبيل والناس ابتدت تسمعك، بعديه صاحب المقام والناس ابتدت تسمعك اكتر، بعديه بقى ما وراء الطبيعه واللي هو بقى عندك جلوبال اودينس اوف سام سورت. فاتريلي بلو اب بقى في 2021. يعني مش عارف اقول لك شعوري ايه وانا عمال اسمع الحاجات دي كلها. الحمد لله. لان هو ده فعلا احساس جميل، واحساس يخليك تحس ان انت يعني الحمد لله المجهود اللي انت بتعمله شايف نتيجته. التعب، الباشن، عذاب هندسه، الحاجات دي كلها كل ده ابتدى يعني ايه يميك سنس شويه. ان انا ابتديت اشوف نتيجته. ده شعور ناس كتير قوي بتبقى مستنياه وبتقعد تشتغل عليه، وكل واحد ورزقه بيجي امتى بالظبط. ويعني في ناس كتير ما بتبقاش محظوظه ان هي تشوفه. ده حقيقي. رغم ان هي مش معنى كده ان هي اقل مجهودا او اقل باشن او اي حاجه حقيقي. بس فعلا يعني بتبقى ارزاق. ده حقيقي. بس انا عايز اقول حاجه برضو ليها علاقه بالموضوع ده before we move to the next point. على هذه السيره مش قصدي اقطعك بس لا اللي هو انا كنت بحكي لك ان انا من 2012 ل 2018 كان الدنيا اللي هو زي ما بحكي لك ان هي بروجكتس ما حدش بيحس بيها قوي او مش عارف ايه وبتاع. بس اللي انا عايز اقوله ان هو في الفتره دي I was very 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 consistent. اللي هو كنت بشتغل بفلو يعني في الاخر قبيل البروجكت almost 200 في حياتي. فهو يعني في قبل قبيل 200 بروجكت الناس تقريبا ما سمعتش عنها خالص، او اللي سمعوا عنها كان في رينج قليل قوي. فاللي هو يعني اللي انا عايز اقوله ان هي definitely في جزء كبير قوي من موضوع حظ بلا اي شك يعني. بس في جزء من الموضوع ليه علاقه بان انت تبقى كونسيستنت طول الوقت بتشتغل ايا كانت الظروف. اللي هو بروجكت ببادجت هعمله، بروجكت بدون بادجت هعمله، بروجكت عاجبني اعمله، بروجكت مش عاجبني اعمله. فاهم اللي هو يعني you had to go through كل ده لحد ما توصل للحظه اللي تنفع يعني. فاهم؟ لا انا يعني بالنسبه لي بمنتهى الصراحه هو اكتر ما هو حظ هو رزق يعني. في الاخر هو رزق اجتهادك، نتيجه اجتهادك. فاهم؟ وفي الاخر يعني ربنا مش بيضيع رزق. فاهم ايه مجهود حد بجد تعب. هو اكيد وهي دي طبعا الحته اللي انا يعني عايز هايلايتد، وهو ده اللي انا كنت بحاول اوصل له. بس يعني انت وصلت ليه؟ لا خالص بالعكس. انت قلت ان قبيل بروجكت رقم تقريبا 200 ليك. في تقريبا 199 بروجكت حصلوا وبيحصلوا وكان عليهم نجاحات. لا فعلا نجاحات كويسه يعني. فاهم؟ فيدباك حلو وشغلانه بتجيب الثانيه والثالثه والرابعه. بس محدش يعرفك قوي. المايلستون في لغايه البروجكت رقم 199 يا في تراك جاب مليون. ايه فاهم ايه يعني هير بقى ولا فيو يعني كان بيسموها ايه في المزيكا يعني. فاهم؟ بس ده اللي حصل. فاهم يعني ده اللي حصل لغايه ما وصلنا لحاجه زي كده. واللي عايز اقوله ان يعني في ناس بيكون الامبريشن بتاعها ان هي انا تعبت جامد قوي، انا عملت 50 مشروع ولسه لغايه دلوقتي الدنيا ما مشيتش. عملت 100 مشروع لغايه دلوقتي الدنيا ما مشيتش. فيعني شكرا انك قلت ده. كان رقم كام؟ مره كنت بتكلم مع فاروق الباز وكان بيحكي لي ان هو
قدم في تقريبا 100 مش عارف تقريبا و30 جامعه اترفض فيهم كلهم. ال 131 هي اللي قبلته. ومن ساعتها فاروق الباز ده في الحته اللي احنا شايفينها فيها بس. فيعني باختلاف المجالات، باختلاف الحاجات، معاني الحاجات اللي ممكن تبدا تفتح لك الباث بتاعك بالحاجات دي كلها. الارقام كبيره والناس ما تصدقش. مره كنت بتكلم مع تيمور قبل ما يبدا يكون يعني خلاص فاهم البروديوسر اللي احنا عارفينه دلوقتي وكل حاجه، ويكون ليه الامباكت اللي هو عمله ده. وكان بس بيتكلم ان هو الناس لما مثلا تبقى عايزه توزع الفيلم بتاعها مثلا بتبعت ميل 2 3 4 5 وخلاص. هو كان بيتكلم ان هو بعت تقريبا مش عارف هتلاقي hundreds بقى يعني لا كان رقم انا بصراحه مش قادر افتكر الرقم كام، بس فاكر ان هو كان رقم كبير قوي قوي. وبعد الرقم الكبير ده بواحد اللي جه بس. فهي الحاجات كده يعني بتمشي كده بالمحاولات دي بكده يعني بس. طيب يعني نرجع للنقطه اللي انا ذكرتها كده على خفيف في موضوع الاعلانات والافلام. انت فضلت تعمل اعلانات وبالنسبه لك الاعلانات مرحله تمام، وبعد كده بشكل كبير بقيت مركز اكتر في الدراما سواء كافلام او كمسلسلات او الاعلانات مرحلتها كانت مهمه بالنسبه لك ليه؟ ده سؤال حلو قوي. ده تصدق عمري ما سالت السؤال ده. اوكي ده سؤال حلو جدا. هقول لك الموضوع ليه حاجتين. جزء ان انا لمدة 6 سنين تقريبا كان ده my main source of income، لان كان بالنسبة لي ان الاعلانات دي هي الشغل والافلام وكده، بما انها افلام independent وكده فهي الباشن وهي التجربة وكده. ده حاجة. الحاجة التانية ان الاعلانات مدرسة في هونينج يور سكيلز بقى عموما، يعني انك تسمع بريف من المخرج، انك تسمع فيدباك الكلاينت، انك تبقى فلكسبل انف انك تعمل حاجه انت مش مقتنع بيها بس هو المخرج شايفها صح او الكلاينت شايفها صح، انك تبقى فلكسبل انف انك يبقى في رايح جاي كتير قوي فاهم. يعني الاعلانات هي اكتر حاجه ممكن تعلمك اللي هو استراتيجيز التعامل مع كلاينت واستراتيجيز التعامل مع مخرج وكده. يعني في المسلسلات وكده يمكن عشان بتبقى انت على نفس البريف لمدة 4 شهور بينما الاعلان انت بيجيلك بريف كل 4 ايام فاهم. فعدد البريفز الكتيرة قوي وعدد الكلاينتس الكتير قوي ده بيبقى بالنسبة لك اكسبيرينس لا تعوض يعني. وده ديفنتلي افادني قدام في الدراما يعني. بس انا ديفنتلي بلاقي نفسي في اللارج سكيل فورماتس يعني اكتر. اوكي وهل بالنسبة لك فكرة ان خالد بقى متخصص يعتبر في الدراما بس وما بقاش ليه سوق قوي في الاعلانات، ده بالنسبه لك سيت باك باي طريقه، حاجه رجعتك لورا، ولا بالنسبه لك لا هو تركيز؟ لا بص هقول لك، انا مش هقول لك ان انا يعني ماليش سوق في الاعلانات، لان انا يعني لسه النهارده مسلم اعلان كابري مثلا قبل ما اجي لك مع عمر هلال. ف لا انا ستيل بيجي لي كونسيستنت فلو اوف اعلانات بشكل او باخر. بس يعني ممكن اقول ايه، ممكن نقول مبدئيا ان جزء كبير ليه علاقه بين الماركت بتاع الاعلانات اتجه اكتر دلوقتي للجينجلز. بقى نادرا قوي لما تلاقي اعلان عليه سكور، ولما بيبقى عليه سكور يوجوالي بتبقى ميوزك لايبرري. نادرا قوي لما بيبقى اعلان معاه بادجت ومش جينجل فاهم قصدي. وطبعا when it comes to jingles احمد طارق يحيى يعني مولانا احمد طارق يحيى يعني لا يعلى عليه يعني. I won't even compete يعني في هذه المنطقة. هو he is a true genius يعني. يعني احمد طارق يحيى من الناس اللي I believe in their talent beyond اي حاجة اقدر اوصفها يعني. انا فعلا عندي قناعة ان he is one of the geniuses of this generation يعني في ايا كان المجال يعني. بس فهو مسيطر في المجال ده وحقه تماما يعني. when it comes to الاعلانات اللي هي سكور، لا لسه بيجي لي فلو كل سنه بعمل مثلا 5-6 اعلانات which is بالنسبه لي جنب الحاجات بالظبط يعني الدراما اللونج فورمات يعني اكتر من انف واكتر ما انت محتاجه بالزبط يعني بالظبط. و يعني على النقطه دي وانت جبت سيره احمد طارق يحيى، انت من زمان رغم ان ممكن نيجي نقول ان بطريقه او باخرى اي ميوزيشن يعتبر بالنسبه لك كومبيتيتيف اوكي،
بس انا يعني يا لو نيجي بقى على المراحل بتاعت زمان، وانت بالنسبه لك رغم ان الفرق ما بيننا وما بينه سنتين، بس انت كان جميل. بالنسبه لك امير هدايه يا ده لهوي. رول موديل. يا لهوي طبعا. تمام. طبعا. فكلمنا بس على الهيلثي كومبيتيشن، ومش معنى هيلثي كومبيتيشن ان يكون في اي نوع من النفسنه او اي حاجه من الحاجات دي، لا بالعكس، ده احنا محتاجين نكون حوالين بعض وبنساعد بعض. ده حقيقي. بص هقول لك حاجه، انا بحس ان when it comes to music تحديدا، يمكن كفيلم ميكرز ده موجود بس مش بنفس الحده يعني. هي فكره ان بحس ان احنا ما ينفعش نريبليس بعض، يعني اللي هو زي ما كنت لسه بحكي لك من شويه، اللي هو عمر في الدنيا ما هيبقى فيه بروجكت انا واحمد طارق يحيى نقدر نعمله بنفس الجوده. فاهم؟ he has his own genre اللي انا مهما حاولت مش هعرف اعمله. I have my own genre اللي هو باعترافه مش هيعرف يعمله يعني. فاهم؟ فعشان كده بحس ان هو we are not really competing، يعني اللي هو هي مش ان هي حته واحده من التورته احنا الاثنين بنتخانق عليها، هي تورته كبيره وكل واحد مننا ليه سلايس اللي هي كده هي سلايس يعني. فاهم؟ فبالعكس انا بالنسبه لي ان هو ان انا بتعلم من الناس دي يعني، والناس اللي ممكن يبقوا قريبين مني او قريبين من السلايس بتاعي. مش هقول لك ان انا بغير منهم قد ما بتعلم منهم their own techniques عشان اعرف الاقي لنفسي. فاهم؟ يعني سنتوفه تانية في نفس السلايس. فاهم؟ بس لكن عمري ما بصيت للناس دي على ان هم competitors وان احنا بنتخانق على البروجكت او كده ابدا يعني. ده البرسبكتيف الداخلي، بس البرسبكتيف الخارجي للناس ان اي حد ليه علاقه بالمزيكا بالنسبه لك كومبيتيتور. فاهم يعني؟ بس it doesn't really work that way يعني. فاهم قصدي؟ بس ما هيجي بقى اتكلم على الناحيه دي، وده اللي انا بحاول ان احنا نوصله من النقطه دي، ان خالد كان ممكن يلاقي ان سوق الاعلانات شغال في الجزء بتاع الجينجلز، فيجي يقول انا لازم اتعلم اعمل جينجلز. اوكي، بس انت ما اخترتش تعمل حاجه زي كده. انا سعيد انك قلت البوينت دي. بس فيا ريت بقى اتكلمنا ليه ما خدتش الاختيار ده، وليه قررت تفضل مركز في الحاجه اللي انت شايف ان انت اشطر فيها واشطر ان انت تكون بتعملها. لان في ناس كتير بتيجي تحس الترند دلوقتي حالا ده، فانا محتاج ابدا اشفت مجهودي والستايل بتاعي لان هو يعمل ده. ده حقيقي. انا سعيد جدا 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 انك سالت السؤال ده، وده سؤال اولا عمري ما سالته، وثانيا اتس فيري ديب يعني. لان انا ليا معاه موقف فيري سبيسيفيك. هقول لك حاجه، في الفتره من 2012 ل 2018 اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هو لحد ما جه البريك ثرو ده، كان اهم اسم في الاعلانات ساعتها ساري هاني بلا منازع. هو طبعا ما زال اسم مهم جدا يعني، بس ايامها فعلا it was his peak يعني وبتاع. and I was really looking up to him يعني، خصوصا هو اكبر مني يمكن ب5 سنين بس او حاجه كده يعني، فكان بالنسبه لي one of the role models يعني. وكنت بقعد دايما اسمع حاجته obsessively يعني، واقعد اذاكرها جدا جدا واقول انا هتعلم his own techniques ومش عارف ايه وبتاع. وكنت بحاول بشكل او باخر، مش هقول ان انا قلته او كده، بس سيمبلي كنت بتعلم منه يعني. ولكن what was dear to my heart مثلا، وقتها انا شخص كلاسيكي جدا جدا جدا، فكان بالنسبه لي مثلا عمار الشريعي ما كنتش بحس ان انا محتاج اذاكره قد ما هو it just came naturally to me. فاهم؟ او اللي هو my natural inclination ان انا بروح لهذا الجانر مش للجانر بتاع سيري. فاهم؟ لحد ما جيت في يوم ما في 2018 في يوم ما في 2018 قلت لنفسي اللي هو ايه، انا مش ههتم باي حاجه ولا ههتم السوق عايز ايه. I'll just be very 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 true to myself. اللي هو انا my natural sound is in the region of عمار الشريعي وعمر خيرت، اللي هو the more traditional Egyptian sound. So be it. اللي هو I will not try to fake it أو I will not try to fit into another mold يعني. بس فجيت في هذا اليوم وقلت له حتى لو جالي إعلام I'll be 100% my own sound. مش هحاول خالص أبقى الصوت اللي ماشي في الماركت. I'll just be my own sound. 3 months later جالي أول مسلسل. فاهم؟ اللي هو حسيت اللي هو يعني it was a turning point. ومن ساعتها I never looked back يعني. اللي هو أي حاجة بتجيلي I'll just be 100% true to my own sound. صح. فساعات بيبقى اللي انت بتقوله ده، بس ان ساعات انت بتبقى اكبر ديستراكشن لنفسك لما بتبقى مركز مع غيرك.
ومركز مع اللي بيحصل حواليك مركز مع اللي بيحصل حواليك. بالظبط. هي مش مع غيري كحد سبيسيفيك يعني ولكن اللي هو ان الاعلانات دلوقتي ان جنرال صوتها عامل كذا فانا محتاج افيت انتو ذس. بالظبط. ولكن once I stopped trying to fit into this my music actually بقى started to have its own character والناس ابتدت تبقى عايزه الكاركتر دي يعني. صح. الميوزك كومبوزر بقى المفروض يعني وهو كده واسعه بشكل كبير بس ممكن يكون فيها جزء جينيريك سواء بقى في اعلان او في افلام يعني او ممكن تهت اكتر على الاثنين. بتكون مستني ايه من المخرج علشان تعرف تبدا شغلك؟ حلو قوي انت برافو عليك والله. الاسئله المره دي ذكيه جدا. الله يخليك. بكون مستني ايه من المخرج؟ definitely ما بكونش مستني منه يقول لي انا عايز السكور يكون فيه الالات الفلانيه او كده. بالعكس انا لما المخرج بيقول لي انا عايز الاله الفلانيه بحس ان احنا heading towards a disaster يعني. ببقى عايز منه اكتر حاجات ليها علاقه بالفلو اوف ايموشنز او layers الايموشنز. ودي حاجه مخرجين قليلين قوي اللي بيعرفوا يوصلوها يعني. بس مثلا فكره ان هو ايه لما مخرج يجي يقول لي ان السين ده انا عايز اوصل مع النظره دي. هقول لك في مخرج ممكن يقول لي انا عايز اوصل مع النظره دي ان كاركتر اصبح حزينا. اوكي فدي كيورد. وفي مخرجين وده تمام. بس في مخرجين تانيين بقى هتلاقي كلمه حزين دي بالنسبه له is too generic وهيبدا يفصصها لك بقى layers. اللي هو هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان عند النظره دي هو افتكر موقف حصل له في الحلقه ال12 فاهم؟ والموقف ده بيرمي على كاركتر معينه هو كان بيحبها وهو صغير وفاهم اللي هو دي يبدا يفصص لك layers of emotions كده. فعمره ما هيقول لك الشخص بقى حزين ولكن هتلاقيه بيقول لك ان ده a mix of nostalgia and loneliness مثلا. فده بالنسبه لي بقى كده اللي هو ايوه now we're talking بقى now we are heading towards something that is deep and profound enough من ناحيه ومن ناحيه specific enough ان احنا عارفين احنا بنعمل ايه فعلا. اكتر حاجه بحسها توهتني تماما لما مخرج يقول لي المشهد ده عايزين مزيكا ايموشنال. اللي هو everything is an emotion فاهم؟ اللي هو كلمه مزيكا ايموشنال دي تحتمل كل حاجه في الدنيا. فاللي هو انت عايز توصل ايه بالظبط فاهم؟ بس ففي مخرجين عندهم القدره ان هم يقولوا بهذه الدقه وبهذا التفصيل والتفصيص يعني. بس ده بالنسبه لي دي اهم حاجه يعني. طيب وعلى الناحيه اللي انت قلتها دي يعني انت اتكلمت في التفاصيل والمشاعر اللي انت بتبقى نفسك المخرج يوصلها لك عشان تعرف ان انت تطلع حاجه معينه. بس هل بتكون مستني منه ريفرنس لمزيكا يقول لك انا المزيكا دي حاسس ان هي لايقه على الجزء ده ولا بتكون مستني ايه؟ بص موضوع الريفرنس هو معقد حبتين. in general بحب يبقى فيه ريفرنس لان هو بيخلي عندنا common ground كده اللي هو عشان هي مزيكا حاجه abstract جدا جدا جدا. فممكن حتى لو هو قال لي انا عايز المزيكا تبقى مثلا nostalgic with a tinge of loneliness this can sound a zillion different things يعني. صحيح. فوجود ريفرنس بلس البريف ده بيبقى بالنسبه لي احسن كومبو يعني. وجود ريفرنس without البريف is a recipe for disaster. طب وجود ريفرنس المخرج متخيل ان هو بيوصل البريف بس هو ملوش اي علاقه بيه يعمل فيك ايه؟ يا لهوي بتحصل كتير قوي قوي قوي. we get lost. وفي مراحل تانية بيبقى المخرج متمسك قوي 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 بالبريف او بيبقى عاجبه حاجه معينه في البريف بس هو مش عارف يوصل لي هي ايه. لحد ما في الاخر بنوصل للبوينت بتاعت اللي هو انا عايزك تنحت لي اصلي الريفرنس مش بريف. عايزك تنحت لي الريفرنس زي ما هو بالظبط يعني. ودي حاجه بتحصل في مصر وبتحصل في بره مصر يعني. اللي هو I remember very clearly في فيلم The Thin Red Line السنه كام 99 اظن 2000 حاجه في الحدود دي. اخراج تيرنس مالك ومزيكه هانز زيمر. في مشهد كده اللي هو المزيكا اللي عليه اسمها Journey to the Line مزيكا 9 دقايق كده.
انا متاكد 1,000,000% ان المزيكا دي اتحطت ريفرنس لمثلا 40 مشهد شفتهم في حياتي، اللي هو I can really tell ان المخرج فضل يحاول مع الكومبوزر كتير قوي لحد ما في الاخر قال له بص عايزك تنحت لي المزيكا دي زي ما هي. including Inception. يعني Inception فيه مشاهد بجد it's almost identical لمزيكة المشهد ده. فاللي هو غالبا اللي حصل ان هو this was used as a reference، وفضلوا يحاولوا لحد ما المخرج قال له بص انا مش عارف هي عجباني ليه بس هو انا عايز ده. اوكي فاهم؟ بس وده بيحصل في مواقف تانية كتير قوي عندنا برضو، يعني it happens very frequently. يعني مثلا حاجه زي مزيكه The Dark Knight مثلا لحد النهارده بتتحط لي كده كريفرنس ويتقال لي انحتها. فاهم؟ وتيجي الناس تسمع تقول لك المزيكا شبه قوي دارك نايت. ما هو يا جماعه هو ده البريف. فاهم؟ بس لكن the healthy balance بين انك تبقى حاطط بريف مع ريفرنس ده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا يعني. بس انا لو هجيب على الحته دي هجيب على جزئيه كانت بالنسبه لي انا personally لما اجي اكون عايز اقول الميوزيكال بريف للكومبوزر، انا بحس ان موضوع الريفرنس ده بالنسبه لي حاجه معقده جدا جدا، ان انا اشوفها ممكن تمشي معايا مره بس اعتقد ما اعرفش ممكن تكون بتيجي اكتر بالخبره يوم بعد يوم بعد يوم. بس اعتقد ان انا واحد ودنه ممكن تسمع الحاجه وتجيب الحاجه، بس ورغم كده لما يكون المشهد بيكون موجود معايا ما بقاش قادر احس ان انا ببقى يعني ببقى حاسه ان انا لو قلت لك ريفرنس مزيكا معين احنا نلاقي نفسنا بنعمل حاجه قريبه قوي من ده. فاهم قصدك. this brings me to a very interesting point. حاجه بقيت بعملها مؤخرا وهي حلت جميع المشاكل، ان انا بقيت بقول للمخرج ما تدينيش ريفرنس، اديني فولدر اوف ريفرنسز. وده ساعتها ده حل عظيم. اوكي بحيث ان انت ما يبقاش عندك حاجه معينه انت بتشاور عليها بس اللي هو فاهم اللي هو وساعات بتبقى مثلا بنعمل بلاي ليست على سبوتيفاي فيها الحاجات اللي انا شايف ان هي ريفرنسز وهو شايف ان هي ريفرنسز او هي وبس بحيث ان احنا بدل ما يقول ان المشهد ده الريفرنس بتاعه بيس دي احنا لو حطينا اي واحده من 10 دول هتنفع. فاهم؟ بس فساعتها بنتجنب حاجات كتير. وبعدين اكشلي دي بتبقى مفيده قوي بقى كمان في ايه، انك بتبدا تكتشف او انت كمخرج بتبدا تكتشف انت ايه اللي عاجبك بالظبط، ان هم ممكن ال10 بيسز دول يبقوا فيهم حاجات كتيره قوي مختلفه، فلما بتحطهم ورا بعض بتكتشف ان هو دي انا عجباني عشان الآلة الفلانيه ولكن دي التيمبو بتاعها اظبط مثلا. فاهم؟ فبتبدا تجمع انت عايز ايه بالظبط. بس this is my advice to you كمخرج يعني. و advice to you انت بتدي بريف. اوكي لا يعني شكرا for sharing that. لان انا بالنسبه لي بحس برضو هي معادله مش سهله، ان لو هو فعلا ريفرنس واحد بس. وهنا لو ممكن اتكلم معاك على حاجه بتكلم اكتر ممكن على اعلان اكتر من افلام، لان اعلان الميديم بتاعه قصير قوي فبتحس ان انت الريفرنس ده مناسب للاعلان فما بتفكرش في اللي بعد كده. مش بتقعد تفكر في حاجات هتبقى مود كامل لعمل درامي طويل او مش عارف ايه، انت بتفكر في الفيري شورت فورمات فتلاقي له مزيكا واحده. فبحس ان انا لو سمعت مزيكا عامله زي دي ان انا غصب عني انا بعمل نفس المزيكا. عشان كده بحس ان انا عندي ريزيستنس بشكل كبير من ان انا اكون بقدم حاجه زي كده، على قد ما ان الحوار اللي ممكن يحصل بيني وبينك نتيجته ممكن توصلنا لايه اكتر من اي حاجه معينه. واعتقد انها حصلت ما بيني وما بينك كتير، ان في تراكس حصلت وبعد كنت اقعد اقول لك خالد انا سمعت بتاعت قبل كده انا مش عارف انا سمعته انا مش فاكر فين، انا محتاج اقعد احاول اراجع بس انا التراك ده انا سمعته قبل كده بس فالحكايه دي غصب عني هي بتوبسس حاجه عندي بتخليني احس ان انا يعني كاني حاطط تراك واخده او عامل حاجه زيه بالظبط. فبحس ان المساحه بتاعت الكونفرزيشن بتخلق حاجه احلى بكتير من ان لو في ريفرنس في الاخر هو اللي طغى على الشعور بتاعنا يعني. ده حقيقي ده حقيقي. طيب خليني اقول لك بقى حاجه تانية، عشان انت اتكلمت على ان مخرج يجي يقول لك في اللحظه دي او في نظره معينه فكرتني بميموري او مش عارفه ايه. انا ممكن اعديها لك في فيلم مسلسل 30 حلقه هل
فعلا انت بتبقى بتتمنى ان حلقة بمشهد المخرج يكون اتكلم معاك في كل حاجة عشان تعرف تعمل حاجة زي دي. 30 حلقة نادر قوي، مم. نادر قوي قوي، بتحصل بس نادرا جدا. كل ما عدد الحلقات بيقل كل ما بيبقى يعني مثلا حاجات نتفليكس ال6 حلقات لا يعني كنا بنتكلم في فريم باي فريم يعني. سواء يعني هقول لك بارانورمال والبحث عن عقلة مثلا، الاتنين على بالي، والاتنين كنا بنقعد في الحلقة كتير قوي قوي قوي، بنتكلم فعلا فريم باي فريم يعني. البحث عن عقلة مثلا في حلقات بعد ما كنا خلصناها وكانت ابروفد بالفعل ونتفليكس قالوا لنا تمام خلاص ما عندناش اي كومنتس، هديناها وبديناها من الاول تماما يعني. لا في ذات ليفل اوف ديسكشن يعني بيبقى حاصل في حاجات معينه. في طبعا حاجات تانية بيبقى له مسلسل 30 حلقه والمخرج اصلا بدون ذكر اسماء يعني، بس اللي هو بتحصل ان انت بتابع المزيكا وخلاص يعني. تمام كونفيرم، حلو قوي، عجباني، بالظبط حبيبي بالظبط حبيبي. ايوه بالظبط. which is nice برضه بصراحه، الواحد يعني ما يقدرش ينكر ان ليها متعتها برضه يعني، انك تحس ان you got everything right من اول مره وخلاص وتمام. صح. طيب يعني لو هاجي ألمس معاك في الحتة دي برضو، ممكن نتكلم على الفرق ما بين مزيكة الإعلانات ومزيكة الدراما عامة. الطوابع بتاعتها بتختلف في ايه؟ لأن الدراما احنا بنتكلم ان المزيكا بتكون جزء من الستوري تيلينج بالظبط. الاعلانات هي جزء من سيتنج المود بالظبط. بس فاحكي لنا بقى يعني ده معنى كده ان المزيكا دي التفاصيل دي يكون فيها ايه ودي يكون فيها ايه. اوكي. وانا بعمل مزيكا للدراما خصوصا لو دراما اكتر من السينما كمان، ببقى حاطط قوي قوي في اعتباري ان الثيمز اللي بعملها لازم تكون فيها مساحه للديفلوبمنت، وفيها مساحه كبيره قوي للديفلوبمنت. يعني انا ممكن لو بختار ما بين ثيم تكون ميموربل قوي 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 بس مش هعرف اديفلوبت على مدار 30 حلقه، ممكن اضحي بميمورابيلتي في مقابل ان انا يبقى عندي حاجه اقدر تبقى فلكسبل انف ان انا اقدر اطوعها على مدار ال 30 حلقه. طبعا ساعات بتبقى you're lucky enough ان جانر المسلسل يسمح لك ان الاثنين يبقوا مع بعض، زي مثلا حاجه خصوصا لو هي حاجه فيها عنصر من الفانتزي او كده، ده بيسمح بوجود ميلودي تقدر ماليبل يعني. زي مثلا في ما وراء الطبيعه الثيم بتاعت شيراز كده، من ناحيه it was memorable للناس من اول حلقه، ومن ناحيه ان هي الجانر بيسمح لك انك تتلاعب بهذا الثيم يعني، فاهم؟ الحاجات اللي بتبقى اقرب للواقع اكتر ما بيبقاش فيها هذه الفلكسبيليتي، لان انت هتبقى مقيد بامور limited range of emotions يمكن، او يمكن وجود عنصر من الفانتزي في الموضوع بيخليك تقدر تشطح في خيالك شويتين يعني. ما بيبقاش موجود في الحاجات التانية. ده بالنسبة للدراما. بالنسبة للإعلانات بتبقى زي ما انت بتقول your main task is to set the mood and to sell the product يعني، او to make. هقول لك حاجة، ممكن نقول ان your main task is to make the mood اللي المخرج بيحاول يخلقه to make this mood believable. باختصار اللي هو المخرج عايز يعمل حاجة ستايلايزد قوي مثلا، فانت لازم المزيكا تخلي ان ده منطقي، ما يبقاش شكله ان انت في حاجة مسخة يعني، فاهم؟ اذكر على ده جدا الاعلانات اللي كان بيعملها وائل علاء نيو بيرد. كانت معظمها اعلانات فيجوالي ليها very specific ستايل كده، وهو المزيكا بتاعته كانت بتخلي ان يعني ان فاهم ان الفيجوال ستايل ده منطقي. فاهم؟ لو كنت حطيت اي مزيكا تانية يمكن ما كنتش هتحس ان الفيجوال ستايل ده بيميك سنس في حد ذاته، فاهم قصدي؟ بس فده بالنسبه لي اهم تاسك تقدر تعمله كميوزك كومبوزر في الاعلان يعني. unless انك بتعمل جينجل بقى طبعا في your main task is to be catchy يعني. ولكن بالنسبه لي كحد نادرا قوي ما بيعمل جينجلز يعني، اهم حاجه ان هي تبقى believable. طيب هنيجي نتاتش تاني على الحته بتاعت المزيكا في الدراما والسينما. اكتر مزيكا في الدنيا ممكن تكون حلوه وميموربل والواحد ما بينساهاش، المزيكا اللي في الاخر بتساعد جدا جدا الستوري تيلينج، بس بالانس مش سهل عند الكومبوزر ان
يعمل مزيكا تبقى ميموربل وتبقى قويه قوي كده وتعلم مع ناس كتير، بس في نفس الوقت ما تاخدش من الستوري تيلينج والدراما بتاع الفيلم. ده حقيقي. ازاي تحقق المعادله دي ان ما حدش يجي يتفرج على عمل درامي المفروض ان هو يعتبر قوي بس يجي يحس ان في المشهد ده المزيكا طغت على المشهد؟ اوكي، ده سؤال حلو جدا. بص، هو انا بالنسبه لي الموضوع ليه علاقه بالجانرا اكتر من اي حاجه. خلينا نتفق الاول ان وجود ميلودي ميموربل دايما هيبقى بيشاور على حاجه معينه، يا اما بيشاور على كاركتر معين، يا اما بيشاور على ايموشن معين، وبيبقى more or less forcing you to feel the scene in a certain way. اوكي، مهما كان اي ميلودي هتبقى بتشاور على حاجه معينه، وده ساعات بيبقى مطلوب جدا جدا جدا، وساعات بيبقى مش مطلوب خالص. ماشي. وفكرة ان عدم وجود ميلودي معينة مش معناه ان المزيكا مش ميموربل. يعني انا ممكن اذكر في السنين الاخيرة مثلا من اكتر السكورز اللي علمت مع الناس جدا 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 حاجة زي دانكيرك مثلا، او حتى انسبشن. You can't hum the theme of Inception أو there is no such thing as the Inception theme. فاهم اللي هو not in the sense of مثلا حاجة زي بتاعة The Godfather اللي هو مفيش فكرة الثيم الايكونيك قوي اللي هي كده، ولكن the music in itself is iconic بتاعة Inception يعني. فهي it depends on the genre. يعني في حاجات مثلا لو هناخد الاكزامبل من اعمال هانز زيمر، فعندك حاجه زي Pirates of the Caribbean مثلا فيها ثيم بقى it's a very thematic score عشان الجانر ده يسمح له بده. على صعيد اخر عندك حاجه زي حتى انترستيلر، ما تقدرش تقول ان هي ثيم، هي it's mostly a flow of emotions through sound يعني. بس it's not a theme in the sense of زي ما بنقول Pirates of the Caribbean is a theme يعني. بس it depends on the genre و it depends on انت عايز تقول ايه يعني. مرينا بفترة يمكن من 2010 ل 2020 مثلا ان بقى the general attitude في الكون كله في مصر وبره مصر وكل حاجة ان احنا مش عايزين melodies في الافلام. يعني ما اقدرش حتى افتكر افلام ليها ميلوديز ميموربل من 2010 ل 2020. يعني كان الجنرال ترند ان احنا لا عايزين مزيكا بتكونفي الايموشن اكتر ما بتكون بتشاور على حاجه معينه يعني. دلوقتي في اخر كام سنه ابتدى الموضوع يرجع تاني، يعني ان يبقى فيه لا اللي هو فيه عايزين ثيمز يا جماعه. بس اللي انت بتقوله ده برضو شعره ممكن ناس كتير تقع فيها. ازاي بس يتاكدوا ان هم مش بيقعوا في الحته دي؟ ان المزيكا بتاعتهم في الاخر مش بتطغى. يعني هي ممكن يكون في محاولات وبنعمل، بس في الاخر تيجي المزيكا تاكل فعلا من البيس بتاعت الدراما. هم ممكن برضو لو يعني كومبوزرز لسه في بدايه اعمالهم المهمه او الحاجات دي يلاقوا ان دي مشكله ما بينهم وما بين المخرج، خصوصا لو المخرج اكسبيرينسد اكتر بكتير، وهم ما يبقوش قادرين يشوفوا المشكله فين. ده انا عامل ده انا عامل ميوزك تراك عبقري. انت ليه عندك مشكله مع حاجه زي كده؟ ويكون وقتها خبره المخرج عماله بتركز معاه على انت عمال بتاخد من الدراما. اكتر حاجه ملحوظه في المشهد ده رغم انه اهم مشهد في الفيلم المزيكا مش الناريتيف نفسه يعني. بالظبط. بس فازاي يتفادوا حاجه زي كده؟ ازاي يتفادوا حاجه زي كده؟ سؤال جميل قوي والله. انا منبهر بكواليتي الاسئله. ما تصغرنيش يا خالد، ما تصغرنيش. اوكي، ازاي يتفادى حاجه زي كده؟ ده سؤال حلو جدا. one thing that I do ان انا ببقى فاتح السيشن فيها اللايرز بتاعتي كلها، ودايما حتى لو انا كنت مقتنع باللي انا عامله ده 100%، وحتى لو هو approved، بعمل an experiment of ان انا بقفل وافتح تراكات. هقفل السترينجز واشوف ايه اللي هيحصل. هقفل كل حاجه واسيب السترينجز واشوف ايه اللي هيحصل. مثلا هاخر المزيكا شويه، هقدر المزيكا شويه، هعلي المزيكا شويه. فاهم؟ بفضل اجرب كده لحد ما اتاكد فعلا ان out of all possible mixes هو ده اظبط حاجه. يعني ده حاجه ممكن تعملها. حاجه تانية ان انت if you established a folder of references مع المخرج،
جرب الفولدر كله. يعني انت اتفقت مع مخرج على 20 تراك، جرب ال 20 تراك كلهم وشوف ايه احسن ميكس برضه هيحصل. هل وجود الميلودي في اللحظه الفلانيه فعلا بيضيف حاجه ولا لا؟ ان جنرال، عارف انت لو سالتني السؤال ده من سنتين كنت اقول لك ان جنرال احسن انك تقلل عن انك تزود. ولكن اللي ابتديت ادركه في اخر سنتين مثلا ان it's still again depends on the genre. ان انت لو بتعمل مسلسل جعفر العمدة it's recommended انك تزود، فاهم يعني؟ within this world within this genre انت احسن لك انك تزود. لو بتعمل الهرشة السبعة مثلا بالعكس within this world انت احسن لك انك تقلل. يعني to be more of an underscore احسن في الجانر ده. فهي مفيش رول معين قد ما stay true to the genre you're working in يعني. اوكي طيب لو هنيجي بقى نتكلم على البروسيس بتاعه تأليف المزيكا، الميوزيكال سكور بقى ده عشان يتعمل، المراحل بتاعته بتكون ايه؟ المراحل بتاعته from a technical level ولا from philosophical level؟ لا انا ممكن اقول لك المراحل بتاعته بتكون ايه في المشروع نفسه، وبعد كده نخش في الجزء التكنيكال. يعني أوكي. انت في الاخر بيجي لك البريف، اول حد بيكلمك في التليفون ممكن يكون يا اما البروديوسر يا اما المخرج. بالظبط. تمام. ايه بقى اللي بيحصل بعد كده؟ بيتقال لك ايه، وبتبقى انت بتسال اسئله عامله ازاي عشان تعرف تقول انا خلاص هعرف اتحرك؟ لما نعرف نتحرك بقى احكي لي تكنيكلي بتبدا تعمل ايه. اوكي حلو قوي. اوكي بتبدا دايما يوجولي بمكالمه من المخرج وبيحكي لي بشكل عام خالص within 3 دقايق مثلا احنا بنعمل كذا. a very broad overview كده of اللي هو بيحاول يعمله يعني. وبيبقى اول سؤال عندي العالم اللي انت عايز تخلقه عامل ازاي، اهم من اي حاجه. is it مثلا تعالى ناخد examples مثلا. هقول لك 3 عوالم خلقتهم مع نفس المخرج كريم الشناوي في قبيل وزيزي والهرشة السبعة. اوكي. بيبقى اول سؤال اللي هو احنا العالم اللي احنا بنخلقه ده هل هو مثلا في الكيس بتاع قبيل هل احنا بنعمل حاجة ثريلر ولا احنا بنعمل حاجة دراما ولا بنعمل حاجة سايكو دراما؟ الشكل العالم ده الوانه عامله ازاي؟ يعني الصوره لو انت وقفت ات راندوم فريم الفريم ده هيطلع لونه عامل ازاي؟ دي حاجه بتفرق معايا جدا 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 جدا. الكولر باليت بتاعت المسلسل على بعضه، شكل اللوكيشنز، شكل الكاركترز، طريقه كلام الكاركترز، الفئه الاجتماعيه، الفئه العمريه، التارجت اودينس بتاعك. انت بتتكلم ناس على بلاتفورم ولا على التلفزيون الارضي؟ كل ده عناصر من هذا العالم اللي احنا بنحاول نبنيه. فانا بالنسبه لي ان انا زي السيت ديزاينر، زي السينماتوجرافر، في ان قبل ما افكر في الميلودي وقبل ما افكر في اي حاجه بشكل الكون اللي بيحصل ده. وده بالنسبه لي اهم حاجه. وبحس ان if you get this right خلاص انت you're pretty much done يعني. ده اول سؤال بساله. بعد كده بنبدا نتكلم في references. في هذه المرحله بيبقى بالنسبه لي مش بقول له references كمزيكا، بقول له references كافلام. اللي هو انت العالم اللي انت بتخلقه ده قريب من فيلم ايه. فمثلا ممكن لو احنا بنتكلم في حاجة دراما مثلا، في نقدر نقول سبيكترم واسع قوي 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 من دراما زي مثلا ماريج ستوري لسينز فروم ا ماريج، مع ان هما بيتكلموا على نفس التوبيك بس فاهم هو اتس ا فيري برود سبيكترم كده اوف انت بتتناول الايموشنز من انهي ناحيه. بس فانا بقول له يعني انت متخيل التوبيك اللي انت بتتكلم عنها دي، هل انت اقرب للشكل ده ولا للشكل ده؟ قول لي 5 افلام او 5 مسلسلات اتفرج عليهم تو بي انسبايرد قبل ما اشتغل مثلا. ده السؤال دايما بساله. قول لي 5 افلام انت متاكد انك مش زيهم حتى لو كانوا بيناقشوا نفس التوبيك مثلا، فاهم؟ بتبقى حاجات من هذا النوع. وساعتها بتفرج على كل الحاجات اللي هو بيقولها دي وابدا احس بقى ايه ان احنا رايحين في الناحيه دي يعني.
طيب وعلى اللي انت قلته ده الميوزك كومبوزر بيعرف يشتغل من غير ما يبقى شايف حاجه، من مجرد قرايه السكريبت والحدوته مع الكونفرزيشن سوري مع المخرج، ولا مهم ان هو يشوف مشهد اتصور قدامه عشان يعرف يشتغل؟ بص، هو طبعا يفضل انك تكون شايف مشهد قدامك عشان you get a sense of the piece, you get a sense of the general style of كل حاجة يعني. بس مش دايما بيبقى عندنا هذه اللوكجري. يعني انا عايز اقولك ان انا في مسلسل شغال عليه دلوقتي مثلا ما شفتش حاجة خالص، اللي هو هم اصلا حتى ما عملوش سيت ديزاين، ما عملوش اي، اللي هو لسه ما فيش حاجة خالص، بس they need the music قبل اي حاجة عشان عايزين اللي هو يكتبوا سينز على المزيكا، وعايزين يعني عايزين المزيكا من بدري قوي قوي قوي. فهو كونك بتشتغل في الهوا تماما كده برضه هي حاجه مش مريحه، اللي هو اتليست وروني شكل اللوكيشن، يعني اللي هو حتى ابقى شايف متخيل احنا رايحين فين يعني. ولكن لا، ساعات بتضطر انك تشتغل في الهوا تماما يعني. في نوعيه معينه من البروجكتس مثلا اللي هي ايه، لما بيبقى في ظروف قهريه كده، اللي هو مثلا زي حاجه زي حرب فلسطين مثلا، وبيجيلك كده اللي هو البروجكت ده لازم ينزل في 48 ساعة، فانت تصرف. هم هيروحوا يصوروا وانت تعمل المزيكا، ولازم الاتنين يمشوا مع بعض، اللي هو ملهاش حل تاني يعني. بس فانت you try to your best انك تبقى بس يعني مقرب للجنرال ستايل يعني. بس لكن طبعا يفضل انك تبقى شايف اكيد. اوكي. طيب من ناحيه التكنيكال بقى، خلاص انت عرفت المعلومات اللي انت عايز تعرفها والحاجات دي كلها، وجاي تبدا تشتغل، تعمل ايه بقى؟ من ناحيه تكنيكال، اول حاجه بعملها يعني I'm giving away my secrets. ده وهي دي بقى ده الهدف من هذا ايه، من giving back. بالظبط giving back بقى. You're not giving away, you're giving back. بالظبط I'm giving back some of my deepest secrets دلوقتي. ما اظنش ان عمري قلت ده اصلا في اي انترفيو قبل كده يعني. اول خطوه بعملها from a technical side بقى ان انا بقعد على البروجرام اللي انا بشتغل عليه اللي هو Logic Pro بالمناسبه if anyone is interested. بعمل تمبلت، بشوف انا متخيل ان العالم بتاع المسلسل ده هقدر اخلقه عن طريق الكام انسترومنت دول. فقبل ما ابتدي بعمل تمبلت كده فيها مثلا جيتار بيانو فايولين وترومبت مثلا، وبلوك التمبلت ده ان انا بقول لنفسي ان خلاص هو ده العالم اللي I established، ما ينفعش اجي في الحلقه ال14 اخرج بره التمبلت ده. لازم يعني I have to stick to this and I have to stay true to this template once I know it's working. طبعا يعني اللي هو يعني هجربها في مشهدين 3 if this is right خلاص I will force myself to stick to this. هل في مرحلة كتابية قبلها؟ كتابية بمعنى إن خلاص هو خالد بيمسك ويكتب نوتة بورقة وقلم قبل ما يجرب أي حاجة؟ ساعات بيحصل في مرحلة التحضير اللي في الأول خالص. it depends on نوعية البروجكت. هل أنا بروجكت خلق العالم هيبقى معتمد أكتر على ميلوديز ولا معتمد أكتر على تمبلت أصوات؟ فمثلا حاجة زي مسلسل فاتن أمل حربي بتاع نيلي كريم 2021 ولا 22 حاجة في الحدود دي يعني. it was all about the melody. فانا بالنسبه لي ان انا بدات بالميلودي، بدات بان انا قعدت ورقه وقلم او ايا كان طريقه النوتيشن يعني، بس الميلودي اهي مش مهم الميلودي دي هتتعزف بانهي آلة، بس this genre is about the melody. فهيحصل كده. في حاجات تانية زي مثلا علا it's more about the sound the fun of it كده فاهم. بس فلا ببدا بان انا بكرييت this template وببقى very 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 specific في التمبلت بتاعتي. مش ان انا مثلا مجرد ان هو صوت جيتار مثلا وخلاص، لا ده هو I will be very very specific with نوع الجيتار ده، شكل الجيتار ده، المايك اللي محطوط على الجيتار ده بيطلع الصوت عامل ازاي، الجيتار ده محطوط في سبيس عامل ازاي، هل هو محطوط في هول ولا محطوط في اوضه صغيره فاهم. اللي هو ببقى very very specific مع ادق تفاصيل الصوت and I force myself to stick to this عشان بتبقى يعني ده بصمة المسلسل فاهم. ان هو انت لو جبت اي سين في علا وانت مغمض you will recognize ان ده صوت علا، حتى لو مش ثيم علا هو ده صوت علا. and hopefully you recognize the themes as well. بس يعني قصدي ان هو بتبقى فيه كده a sonic imprint يعني. فدي اول خطوة.
بعدين باخد التمبلت دي بقى كاني عملت باليتة الالوان، ببدا ارسم بقى اللي هو ببدا استخدم التمبلت دي في ان انا اعمل البيسز بقى المختلفه، المودز المختلفه. بس لحد ما السكور نوعا ما بيعمل نفسه بنفسه يعني بعد هذه المرحله يعني. once you have the palette and the theme بعد كده بتبقى كانها بازل بقى، فاهم؟ اوكي طيب و اللي ممكن نقدر نقوله على المصطلحات المهمة اللي لازم تكون في أي يعني ميوزيكال سكور. لو أنت بتعمل حاجة فيها نوع من الدراما، فالثيمز دي بتكون عبارة عن إيه اللي بيكون حاجة اللي بتصطحب الكاركترز، الحاجات اللي بتصطحب السينز and so on. اوكي. طبعا the key concept in scoring بشكل عام يعني هو ما بدأه فاغنر في القرن ال19، اللي هي فكرة اللايت موتيف، او ان هو تبقى musical figure or idea اقصر من ان هي تبقى theme، بس في نفس الوقت long enough to be recognizable يعني، وتبقى بترمز لحاجة معينة. في عندك examples شهيرة قوي لده، مثلا التارم الثيم بتاعت الشارك في جوس مثلا. و this is as concise as it can possibly get يعني اللي هم مجرد نوتين يعني. او ممكن تبقى اللايت موتيف ده عبارة عن صوت معين، وده اشهر example ليه in the recent years يعني هي اللايت موتيف بتاع الجوكر في The Dark Knight، ان هي مش ميلودي ولكن كان صوت التشيلو اللي always rising ده، فحس فيه tension كده، it's about to break but it's not breaking. و maintaining this tension هي دي كانت the sound of الجوكر يعني في ساعتها. بس فده the concept of the light motif، ده concept مهم جدا جدا. الكونسبت التاني المهم جدا واللي يمكن يكون more relevant لينا في مسلسلاتنا المصري هو فكرة الثيم and variations and development. theme and variations دي هو ده فورم موجود من ايام الكلاسيكال ميوزك. يعني بمعنى ان باخ اشتغل عليه، موتسرت اشتغل عليه، بيتهوفن اشتغل عليه، تشايكوفسكي اشتغل عليه، يعني هتلاقي dozens of classical examples تقدر تذاكرها. ان انت بتاخد theme معينه و sometimes you make a variation that goes يعني too far ان هي it can be barely recognizable يعني. فده مهم قوي قوي قوي، خصوصا في المسلسلات المصرية او خصوصا في الايجيبشن سكول اوف فيلم سكورينج يعني. ده اهم عندنا من فكرة اللايت موتيف اللي هي اكتر في الهوليوود سكول اوف فيلم سكورينج يعني. بس فلو حد عايز يذاكر الموضوع ده مثلا ممكن ارشح له ديابالي فاريشنز بتاع بيتهوفن مثلا، ثيم تافهة جدا عمل عليها 33 فاريشن، اظن ان هم 33 as far as I remember, of all sorts of moods and characteristics يعني. وفي فورامور اوركسترال اكزامبل في حاجه اسمها انيجما فاريشنز لكومبوزر اسمه الجر، برضو ثيم كده معينه وبيعمل عليها، لذيذه جدا اكشلي، تنفع جدا اي حد عايز يذاكر فيلم سكورينج. ان هو عمل فاريشنز بكاركترز اصحابه، اللي هو يعني هي بيبدا بالثيم بعدين بيتخيل اللي هو لو عمر هيبقى الثيم دي هتبقى صوتها عامل ازاي، لو فلان هيبقى الثيم دي هيبقى صوتها عامل ازاي. ف it gives you a very interesting insight of ازاي تقدر تاخد الثيم دي وتترجمها باشكال مختلفه تماما يعني. بس انيجما فاريشنز دي من البيسز اللي لازم في اي فيلم كومبوزر يذاكرها يعني. اخر تكنيكال تيرم ممكن اقوله هي فكره الديفلوبمنت او ديفلوبينج ا ثيم. اكتر حاجه ممكن تذاكر منها ده هي السيمفونيز اوف بيتهوفن. he is the ultimate master of developing a theme. والسيمفونيز اوف موزارت، السيمفونيز عموما يعني هي السيمفوني كفورم او نقدر نسميه ايه كجانر عموما يعني، معتمد في الاساس على فكره الديفلوبمنت. فانت يعني اي كومبوزر محتاج يتعلم ده عليك او على السيمفونيز. وفي ناس كتير قوي لما بتيجي تسمع السيمفوني بتبقى مثلا 45 دقيقه، بيسمع 5 دقايق ويزهق مثلا او كده. فانت انت ككومبوزر لازم تاخد 45 دقيقه على بعض عشان this is how you learn how to develop your themes يعني. بس طيب حلو قوي ان انت يعني وانت بتشرح الحته دي قلت ريفرنسز كتير للمذاكره، ودي حاجات تاني يعني كلاسيكالز لو اتسمعت واتذاكرت
مرة 2 3 يعني لغاية ما خلاص بقت جوه دم الميوزيكال كومبوزر، يذاكر بعد كده ايه وازاي بعد ما خلص المرحلة دي؟ اوكي. لا هي المرحله دي ما بتخلصش. هي بتتسمع على طول، بس اقصد يعني آه. خلاص في حاجات كتير بتقعد تطلع وحاجات كتير بتطلع، مم. تعرف ايه تاني اللي يتذاكر بقى يعني غير الكلاسيكس؟ بص هقول لك، انا بالنسبه لي انت كميوزك كومبوزر ليك شقين، شق ليه علاقه بفهمك للمزيكا كمزيكا، وشق ليه علاقه بفهمك للبني ادمين. اوكي. و وكومبوزرز كتير قوي من الكومبوزرز المهمين في حياتنا اللي خلاهم بهذه الشطاره هي فهمهم للبني ادمين، مش فهمهم للمزيكا. فاهم؟ مم. يعني اذكر مثلا في تراثنا المصري مثلا واحنا جبنا سيرته من في بدايه الحلقه، بليغ حمدي مثلا. مم. هو انجح ملحن في تاريخنا تقريبا يعني، او من انجح 2 3 يعني بلا شك يعني. ما اظنش ان في اي حد عاقل ممكن يارجيو ان هو من انجح 2 3 في تاريخ التلحين عندنا يعني. مم. ولكن هو بلا شك برضه مش اكتر حد ضليع موسيقيا يعني. هو اللي خلاه بهذا النجاح هو فهمه ايه اللي هيثير مشاعر معينة عندنا يعني، او ان هو عارف كويس قوي 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 ان النوتة دي في الحتة دي بالذات هتخليك تحس بكذا. مم. مش قد ما هو ملم قوي بالمقامات الموسيقية والفهم يعني. بالعكس هو he was more of a human being than a composer. فاهم؟ مم. ونفس الكلام برضو مثلا ممكن نقوله على بيتهوفن. يعني بيتهوفن ما كانش اكتر حد موهوب موسيقيا in terms of الموهبة في حد ذاتها يعني، ولكن he knew very 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 well how to manipulate emotions. فهو manipulating emotions is actually your main skill ككمبوزر. مم. فلو انت بتذاكر مزيكا بس مش هيبقى عندك هذه القدرة على انك تمانيبيوليت emotions. يعني انا بالنسبة لي انك fall in love be heartbroken، عارف هذا الاحساس بتاع الوقوع في الحب الذي يقتلعك من جذورك ده، اللي هو انت لو انت ما حسيتش بده انت مش هتبقى كومبوزر شاطر. ان لو انت ما كنتش هارت بروكن لدرجة انك اتمرمطت مش هتبقى كومبوزر شاطر. فاهم يعني؟ experiencing these emotions is just as important as studying music. اوكي حلو قوي قوي، اجابه جميله. السؤال اللي بعديه ليه علاقه برضو بالمرحله التنفيذ، بس هل الميوزك كومبوزر محتاج يحضر التصوير في اي مرحله ما؟ انا ما بحبش احضر التصوير بصراحه. أوكي. انا شخص انتروفيرت جدا جدا جدا. انا بالنسبه لي طول ما انت تقدر تخليني جوه الاستوديو خليني جوه الاستوديو، أوكي. ما تخرجنيش. كذا مره رحت حضرت التصوير، بس الفكره ان انت يعني حتى لما بتروح تحضر التصوير اللي بتشوفه في الاخر بالايقاع بتاع المونتاج ومش عارف ايه حاجه تانية خالص. ف I would rather stay at my studio read the script. بالنسبه لي افيد من ان انا اروح بس هل هي بتفرق لو في ناس معينه مش انتروفيرتس بتفرق معاهم في حاجه ممكن توصل شعور معين ما كانوش مثلا متخيلينه او كده من وجهه نظرك يعني؟ بص هقول لك، لا يعني ده بيفيد قوي في البروجكتس اللي وجودك في اللوكيشن فعلا بيفرق، لان اللوكيشن فيه حاجه مميزه قوي. زي مثلا انا رحت اللوكيشن بتاع ما وراء الطبيعه مثلا، دي كانت حاجه فرقت معايا جدا لان هم كانوا واخدين القصر كله ومغيرين الديكور بتاعه كله تو بي عالم ما وراء الطبيعه. فانت اي اوضه هتدخلها في هذا القصر هتبقى اتصور فيها مشهد معين او كده، فانت وجودك في هذا المكان it gets you in the right mood او the right mindset يعني. لكن في مرات تانية رحت لوكيشنز كان صالون بتاع بيت، فاللي هو تمام يعني لو تمام. اوكي حلو. طيب خلينا نتكلم ان المزيكا دلوقتي حالا بقى ممكن بشكل كبير كلها تتعمل الكترونيك. طبعا لو حد عايز يعمل كده، بس ايه اللي يفرق المزيكا اللي ممكن كلها في الاخر بتتعمل على الكمبيوتر بتاعك عن ان انت اكشلي تكون بتصورها بلايف انسترومنتس؟ اوكي ده سؤال حلو جدا جدا جدا. ليه شقين. الشق الاولاني ليه علاقه بقد ايه الالات صوتها بليفبل، وده we have come a very 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 long way يعني، لدرجه ان في مشاهد بتنزل لي في مسلسلات انا نفسي ككمبوزر ما ببقاش عارف اللي بيتذاع قدام عينيا ده دلوقتي المزيكا اللي ريكوردد باي الاوركسترا ولا الكمبيوتر جنريتد.
لان خصوصا when it comes to orchestral sounds فعلا it became very 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 believable. وجود السولوست مثلا بيفرق قوي. لو الالات الشرقي مثلا بتفرق جدا 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 لحد النهارده. الالات الشرقي you can't really make it believable digitally. اي آلة سولو لحد دلوقتي مش believable digitally يعني. ده جزء من الموضوع. الجزء التاني بقى وهو اللي بالنسبه لي جمال الموضوع او اللي هو الفرق الحقيقي بين انك تخلي مزيكا كلها ديجيتال وان هي تبقى performed by master musicians يعني هو the sense of narrative that you get لما بيبقى في actual musicians بيعزفوا. خصوصا if they are very good musicians. يعني I usually record in London. وش معنى لندن؟ ان هم فعلا عندهم a very good sense of narrative in the sense of ان مثلا بيبقى في بيس مدتها 3 دقايق وهم عارفين ان كلايمكس في الدقيقه مثلا دقيقه و50 ثانيه مثلا. فهم من اول لحظه هم عينيهم على ده they create this فاهم beautiful كده flow of emotions اللي يوصلنا للحظه دي باكتر شكل منطقي. This is something that you can never recreate digitally مهما تشقلبت. This sense of trajectory only comes with master musicians. بس فعشان كده بقول لك في مشاهد مثلا لو هو مشهد 30 ثانيه مثلا فعلا ممكن ما احسش هي مزيكا دي ديجيتال ولا played by the orchestra. لكن لو هو ماستر سين مدته 4 دقايق ومحتاج احس ب every beat of emotions بتفرق فرق مهول يعني. اوكي عظيم. طيب وبس على الحته دي انت بداياتك كانت بان انت عشان البودجت ما كانتش كبيره وعشان انت بتحاول تعمل اي حاجه فهو طبعا يعني طبعا رزق كبير كده ونعمه كبيره قوي بالنسبه للميوزك كومبوزرز ان هم ما عندهمش حجه ان هم يعرفوا يطلعوا بيس. لا هيعرفوا ان هم دافن يطلعوا بيس طبعا لغايه ما وصلت ان انت بقيت بتصور لايف وبتعمل حاجات لايف. هل انت لغايه النهارده لو في بروديوسر كلمك وانا لما كنت بقول لك المكالمه ساعات ممكن تحصل ما بينك تبقى الاول يا اما بروديوسر يا اما مخرج فانت قلت لي بتحصل ما بيني ما بين المخرج بس في مكالمه تحصل مع بروديوسر بيجي يقول لك معلش فلوس انا معيش فلوس قبل اصلا ما المخرج يقول لك اي حاجه. المخرج يقول انا عايز خالد تمام بس بتلاقي مكالمه جايه من بروديوسر اول ليه عشان ده بنبقى خلاص عارفين وقتها ان مش هيكون فيه فلوس. هل وقتها سعيا من ان انت تكون متعاون ممكن تعمل ميوزك ديجيتالي ولا انت وصلت لمرحله اللي هو انت مش بتحس ان الموضوع هيطلع حقيقي منك غير لو انت مسجله؟ بص بقى ده سؤال جميل قوي. انا عايز اعرف ايه السؤال اللي انا سالته لغايه دلوقتي مش جميل. لا انا مبسوط جدا والله. لا الاسئله فعلا حلوه قوي. الاسئله فعلا يعني يونيك جدا يعني ما تنبهرش كده يعني. لا بجد يعني نادرا قوي ما بيبقى فيه انترفيو او بودكاست الاسئله فيه ذات ديتيلد يعني. بص ده السؤال جميل ليه بقى؟ لان I spent 6 years working with very 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 limited budgets. فده علمني حاجة مهمة قوي ان بدل ما اطمح قوي وما يبقاش معايا فلوس انفذ ده فتطلع حاجة عرة في الاخر، انا من الاول خالص انا معايا فلوس عشان اسجل جيتار بس هألف مزيكا الجيتار بس فاهم بمنتهى البساطة يعني. وده بيجيب لك اكتر results convincing باكتر rate consistent يعني اللي هو ان انت بدل ما تبقى بتفكر في افكار اصلا بره امكانياتك، بالعكس انا عارف ان انا من الاول معايا 5 جنيه خلاص كل الافكار اللي هفكر فيها تتنفذ ب5 جنيه بس. ممكن تبقى الافكار دي عباره عن ان المزيكا اصلا كلها ديجيتال مثلا فما تكلفنيش حاجه خالص، او تبقى المزيكا دي متالفه اصلا لعدد صغير قوي من الالات. وده actually became نوعا ما my trademark sound لان انا في ال6 سنين دول كنت بشتغل with very limited budgets، فكنت بضطر ان انا اسجل آلات قليله جدا جدا جدا، فكنت consciously بألف مزيكا صوتها intimate جدا 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 عشان تبقى لايقه على الآلات القليله جدا جدا جدا. فلما بقى معايا بادجتس كبيره بقت الناس اصلا بتكلمني عشان نفس الصوت ده، فاهم اللي هو دلوقتي بقيت بعمل حاجه مثلا زي زيزي ولا الهرشه 7 ولا whatever، بس people are still after that intimate sound اللي كانوا بيسمعوه مني زمان عشان اصلا الصوت ده اتخلق عشان ما كانش معايا فلوس، فاهم؟ فهي يعني it's an interesting loop يعني. اوكي بس لا اجابه جميله واجابه ذكيه. هسالك على حاجه تاني، ودي حاجه انا شخصيا بحس بيها بغيره شويه من الميوزيشنز او الرسامين مثلا او حاجه كده،
الوقت اللي ما فيهوش شغل بتعمل فيه ايه عشان تعلي الليرنينج كيرف بتاعك؟ انا كمخرج بيبقى دايما عندي الستراجل بتاع انا الوقت اللي ما فيهوش شغل مش معيش فلوس انزل اصور فيلم. يعني لازم الاقي طريقه تانية اذاكر بيها، لكن النتيجه بتاعت ان يكون معايا فيلم ببرودكشن فاليو انا مبسوط بيه او حاجه من الحاجات دي مش possibility. لكن انت مثلا كميوزيكال كومبوزر عندك مساحه اكتر شويه ان انت لا انت هتقعد وهتألف حاجه وهتطلع برودكت في الاخر. ده حقيقي في اخر القعده دي. بس حقيقي. ايه تاني بقى ممكن يتعمل؟ اتفرج على افلام كتير قوي 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 قوي. اقرا. القرايه برضو دي حاجه مهمه قوي قوي. فكره القرايه انك تقرا نوفلز، يعني مش بس تقرا في المزيكا، يعني لان جزء كبير قوي من شغلك ككمبوزر ليه علاقه باللارج سكيل فورمات، زي ما كنا بنحكي في فكره انك بتعمل مسلسل 30 حلقه او كده، ولازم تتعلم ازاي تديفلوب الثيمز على مدار ال 30 حلقه. القرايه حاجات مثلا زي نجيب محفوظ او كده بتفيد قوي 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 في انك يعني بتعود نفسك ازاي تمنتين حاجه على مدار 400 صفحه مثلا. دي حاجه عمرك ما هتحسها بفيلم، يعني فاهم؟ يمكن تحسها بفرجة على مسلسلات، بس برضو القرايه كده بتديك هي the ability to focus for that span of time. دي حاجه مهمه جدا، ده سكيل مهم جدا 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 ليك ككمبوزر يعني. واللي انت هتتعلمه من قرايتك لنجيب محفوظ ككمبوزر قد اللي هتتعلمه من مذاكرتك لهانز زيمر ككمبوزر، يعني فاهم اللي هو it really is that important يعني. اقرا واتفرج على افلام في وقت الفراغ و create as many pieces as you can، يعني ملهاش حل تاني يعني. يا بختكم يا بختكم. طيب في ريسورس معين خالد بيفتحه يذاكر منه؟ في ريسورس معين بفتحه اذاكر منه حسب انا عايز اذاكر ايه بالظبط، بس في مثلا application اسمه انكودا ده اكبر كولكشن نوتات موسيقيه في الدنيا. لو انت ستودنت باين $5 في الشهر حاجه كده، رقم تافه تماما يعني. and it's a game changer تماما، لان زمان ايام البايرسي بقى والحاجات دي كنت بتقعد تدور على النوتة بتاعت الحاجات في بقى موقع روسي مره ومش عارف ايه، وتقعد تتسحل وبتاع، فكون ان عندك حاجه ليجل فيها كل النوت اللي انت ممكن تحتاج تذاكرها في حياتك ايفر. ده ريسورس هو مش مشهور خالص، محدش يعرفه for some reason، بس هو ابلكيشن فعلا لا غنى عنه لاي حد عايز يذاكر مزيكا يعني. ما دام مش معروف ممكن بس انكودا ENC لا ان على طول بالان KODA. اوكي انكودا حلو. it's not free بس it's not pricey خالص يعني. فالحل المثالي انك يبقى عندك كل النوت without piracy ومن غير ما تقعد عينك تطلع لما تلاقي الحاجات وكده. ده ريسورس مهم جدا. في حاجة تانية application اسمه Everend ده في a huge collection of نوتات موسيقية برضو، ولكن it's more focused on pop and rock and more recent stuff بقى أديل وتايلر سويفت ومش عارف ايه وكده. انكودا ده is more classical يعني. Everend ده عليه الحاجات دي، وعليه اوديو بوكس كتير جدا جدا جدا، كتير قوي منها ليها علاقة بالمزيكا. اوكي. فEverend برضو لا غير عنه، واجان it's not free بس اظن برضو if you're a student هتجيب $5-6 في الشهر حاجه كده. فيعني if you can invest $10 في الشهر وانت student، دول بالنسبه لي اهم حاجه يعني. ايه ريسورسز تاني؟ طبعا يوتيوب وكده بقى يعني لا غنى عنهم اكيد. ايه تاني؟ اظن دول اكتر حاجات بفتحهم بشكل ريجولر يعني. اوكي. لا يعني ريسورسز مهمه اكيد جدا جدا لاي حد محتاج ان هو يكون يعني بيتعلم اكتر وفعلا مهتم انه يتعلم، مش يعني بيقول ان هو ايه يعني انا عايز اتعلم واعمل حاجه. طيب على النوت دي يعني شكرا ان انت شاركت معلومات كتير وانت طبقت السبيريت بتاعه الجيفنج باك خلال المعلومات هنا كتير. بس انت بالنسبه لك الجيفنج باك بيعني لك ايه؟ بحس ان خصوصا when it comes to music giving back is يعني a part of what music is. يعني عارف في ثقافات في الدنيا خصوصا في افريكا وكده عندهم music is a verb، اللي هو يعني you are musicking now، من كتر ما الفعل بتاع ان المزيكا دي حاجة
يعني ليها علاقه بالكوميونتي قوي وليها علاقه بالمشاركه قوي. فهم ما عندهمش كلمه للميوزك في حد ذاتها، يعني هم عندهم ان making music, sharing music and listening to music is all a part of the same thing يعني فاهم. ف فهو giving back انا بحس ان هو it's a part of what music is، يعني اللي هو in a sense ان مجرد ان انت تسمع مزيكتي ده a way of giving back، وان انت تقول لي رأيك ده you are giving me back something وانا بجيف يعني فاهم اللي هو it's a loop كده، it's an infinite loop in that sense. وفي نفس الوقت in terms of بقى the younger composers اللي هو the mere fact that this music exists او ان انا بطلع للعالم هذه المزيكا ف this is a way of giving back. بس كمان بقى ان في قبلي ناس طلعت لي المزيكا دي فاهم اللي هو it's a loop of ان انا بتعلم من دول فانا بعمل مزيكا ممكن حد تاني يتعلم منها فاهم it's an endless loop of that goes all the way back بقى to Bach مثلا او to the old master or the grand masters يعني. وبحس ان this loop is a part of what music is، يعني اللي هم عمر ما هعرف ده ما يبقاش موجود. ده جزء من الموضوع. الجزء التاني ان بحس ان it's my duty ان مش هقولك ان انا اعلم حد حاجة، ولكن ممكن اقول للناس ان انا دلوقتي شغال على بروجكت رقم مثلا 300 في حياتي او حاجة و I'm very eager ان انا اقول للناس ان هو في ال 300 بروجكت دول حاولت كذا وما نفعش وحاولت كذا ونفع فاهم. فاللي هو يعني لو انا شايفك ماشي في باث انا مشيته لاخره وعارف ان هو باث مش هيوصل لحاجه، فممكن اقول لك لان لا في شورت كات اللي هو اخر 200 مره جربت الفكره دي فشلت، ولكن في فكره تانية اسهل بكتير قوي فاهم. فانا I don't think I'm qualified ان انا امنتور حد او كده، ولكن I'm qualified enough اظن ان اقول لحد اللي هو ايه out of experience كده الناحيه دي اسهل فاهم، الناحيه دي is more effective مثلا. و this is something that I'm really willing to do يعني. طيب يعني شكرا ان انت جبت سيره المنتورشيب، بس يعني مفهوم المنتور مش لازم يكون الشخص ذو الشعر الابيض يودا يعني مش لازم يكون فاهم ايه ده المفهوم خالص فاهم بتاع المنتور. مفهوم المنتور ان يعني لو انا وانت بنعمل نفس الحاجه وانت سابقني بمعلومه معلومتين بثلاثه، سابقني بمشروع تمام، انت فعلا ممكن تكون شخص يساعدني جدا في حاجه زي كده، ممكن كمان شويه اسبقك طبعا عادي طبعا. بس في المرحله دي انا ممكن اكون بعتبرك المنتور بتاعي عادي جدا. فلو خالد ممكن يعمل منتورشيب لحد، ايه الصفات اللي ممكن يكون بيدور عليها في الشخص ده؟ بص هو انا عايز اول حاجه مبدئيا ليها علاقه بنفس السؤال اللي فات، وهي يعني هتوصلنا للبوينت دي ان هو I have been extremely lucky ان كل التشايلد هود هيروز بتوعي اشتغلت معاهم، اللي هو سواء بقى خالد حماد او هشام نزيه او كل الماستر كومبوزرز دول they were generous enough and kind enough ان انا assist them in a way or another على مدار سنين mostly through tasks صغيرة جدا جدا جدا، بس I was able to get in touch with them and with their music first hand يعني. وده حاجة فرقت معايا جدا ان انا يعني شفت المزيكا بتاعتهم من جوه، شفت عقولهم العظيمة دي بتفكر ازاي يعني. ف من ناحية بحس ان هي it's my duty ان انا pay back لناس اخرين give back لناس تانيين. وسؤالك ده بيخليني افكر بقى اللي هو هم شافوا فيا ايه عشان يخلوني assist them in these tasks. واظن الحاجة الوحيدة اللي ممكن يكونوا شافوها هي this unmistakable passion، يعني اللي هو I don't think they saw مثلا talent باين قوي او حاجة او اي حاجة من دي، قد ما كان بالنسبة لهم ان هو ده شخص واضح قوي عليه ان هو مكرس حياته لده، ان هو مش عايز حاجة تانية في الدنيا غير ده، ان هو شخص فعلا passionate جدا about this، ان هو عنده استعداد يشتغل ببلاش او عنده استعداد يعمل كل التاسكس اللي مطلوبه وزياده، او عنده استعداد يصحى في اي وقت عشان اي امندمنت او فاهم. اظن ان ده اهم تريت عند اي حد هتبقى بتدور عليه يبقى تحت جناحك بشكل او باخر يعني.
طب اللي انت بتقوله ده يتقاس ازاي؟ يعني لان انت ممكن تشوف حد فعلا passionate قوي، وهنا بس انا بتكلم على جزء المنتورشيب يعني بعينه. ممكن تشوف واحد passionate جدا بس ذوقه وحش. actually I don't mind. فممكن تمنتور. انا بقول لك حاجه، انا بالنسبه لي ان هو if someone is passionate enough ذوقه هيتطور بشكل او باخر. او هي فكره ان برضو من الحاجات اللي اتعلمتها على مدار ال 300 بروجكت اللي فاتوا ان مفيش، ان ريلي مفيش حاجه اسمها ذوق وحش. هو في يعني لو انا بالنسبه لي مثلا حاجه زي مسلسل جعفر العمدة ده حاجه عمري ما هتفرج عليها، فاهم؟ وممكن اسميه ان هو ذوق وحش، بس هو في الحقيقه هو مش ذوق وحش، هو بس ذوق مختلف جدا عني، فاهم؟ لكن هو مش وحش، هو ذوق معين that works. يعني هو في ناس كتير قوي بالنسبه لها ان هو ده الصح، وهو ايه المشكله ان يبقى هو ده الصح، فاهم؟ يعني زمان كنت بشوف ان هو انا مثلا من المدرسه اللي بتحب الافلام الاوروبي جدا اكتر من الامريكاني تماما. وبالنسبه لي ان مثلا الافلام الهندي او حتى المصري مثلا ذوق وحش. كنت بحب قوي الاوروبي والايراني، ده بالنسبه لي ذوق الحلو. ولكن مع الزمن ابتديت تحس ان هو لا، هي it's just a different school, it's a different philosophy and there is nothing wrong with that. يعني اللي هو طالما انت ذوقك consistent مع نفسه ما اقدرش اقول عليه ان هو ذوق وحش يعني. اوكي. بس فعشان كده بالنسبه لي ان هو لو حد passionate وذوقه مختلف تماما عني وذوقه ده بيطلع product that is consistent مع نفسها و true to itself، ده تمام جدا بالنسبه لي، اللي هو تمام. بس هتعرف تفيده يعني لو هو أذواقكم مختلفة تماما عن بعض. انت حاجة انت بالنسبة لك يعني هو ما تقدرش تقول عليه ذوق وحش، بس مش ذوق بيعجبك، مش ذوقي. بالظبط. فانت كطبيعة إنسانية ده ممكن يوصلك ان انت تحس ان المزيكا اللي بسمعها دي مش حلوة. فاهم قصدك. بص هقول لك على حاجة برضو، حاجة من الحاجات اللي الواحد اتعلمها مع الوقت، ان you can instantly tell حتى لو هو مش ذوقك، you can instantly tell النحت من اللي مش نحت. اوكي. فاهم؟ اوكي. بس فاظن you can tell يعني اللي هو ده شخص is he genuine about ذوق اللي مش ذوقي ولا هو بيشتغلنا وخلاص يعني، فاهم؟ اوكي. واظن this is a skill يمكن عندنا كلنا، او يمكن something that you develop over the years يعني. بس في حاجه بيبقى باين قوي ان هي منحوته، وفي حاجات بتبقى باين قوي ان هي مش ذوقك. بس ده اقول لك على حاجه، لحد من سنتين بالظبط كان بالنسبه لي موسيقى ياسر عبد الرحمن هو اذا ابسولوت ماستر، وانا بحترمه لاقصى اقصى اقصى درجه في الدنيا يعني. بس كان بالنسبه لي موسيقى ياسر عبد الرحمن دي is against every single thing I believe in. اللي هو يعني لو انا ذوقي كده هو the far extreme opposite يعني، فاهم؟ لحد ما جيت في بروجكت قالوا لي الريفرنس بتاعك ياسر عبد الرحمن، حسيت له فمسكت مزيكة ياسر عبد الرحمن اذاكرها جدا جدا جدا، واكتشفت ان he really is an absolute master. يعني اللي هو اكتشفت ان انا مش بحبها عشان it stands for values عكس الفاليوز اللي انا بؤمن بيها في العمل الفني، ولكن لو انا وقفت في الستاند بوينت التانية دي مفيش حد بيعمل اللي هو بيعمله ده احسن منه. he really is an absolute master، فاهم؟ بس يعني إجابة جميلة وتدي للناس برسبكتيف جديد على المنتورشيب. ان انت يعني عادي شفت شغل لو قلت عليه وحش بس الشخص ده باشنت يستاهل ان هو ياخد فرصة طبعا يعني. فشكرا يعني انك قلت الحكاية دي. احنا وصلنا لاخر سؤالين. سؤال صديق عزيز قوي 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 ليك وليا وللناس كلها، اسمه الفشل. اوكي احنا سهلا. يعني لو هنيجي نتكلم على الفشل، ولو هنيجي نتكلم على الامبوستر سيندروم، لو هنيجي نتكلم على الحاجات الشكوك الكتير اللي بتقعد تيجي للشخص، انت واحد عندك باشن من فترة طويلة جدا جدا وبتحب جدا جدا المزيكا، ويعني واضح لو مش هنقول انت يعني مش لازم يا عم تبقى اكتر فاهم موهبة فذة في التاريخ، بس واضح انك شاطر بيجتهد ورايح في حتة كويسة. هل وصلت لمراحل تحس ان انا وحش جدا، انا شكلي عمري ما هعرف اوصل وعمري ما هعرف اكمل اي حاجة؟ every single day في حياتي يعني. انا لحد دلوقتي
لما المزيكا بتطلع حلوه بحس انها طلعت حلوه بالصدفه. لا بس ماشي، بس ده الشكوك حاجة وفشل لدرجة انك تقول انا شكلي مش هقدر اكمل، حاجة تانية خالص. لا يعني الواحد بيوصل للبوينت دي كتير جدا 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 جدا. يعني انا عايز اقول لك انه قصاد كل بيس بتبقى ريليز او كل بيس بتتسمع فيها عشرات البيسز اللي بتترمي في الزباله، عشرات البيسز اللي بتبقى ريجكتد، عشرات البروجكتس اللي بيقولوا لي فيها احنا هنمشيك دلوقتي حالا واحنا مش نافعين وساعات بيمشوني وساعات مش بيمشوني وساعات بتمشي وساعات ما بتمشيش. ويعني it's a part of the process of being a musician ان الغالبية العظمى من شغلك هيبقى rejected. بص it's a fact of life and you have to be at peace with it. سواء انت مين، انت هان زيمر ولا انت خالد حماد ولا انت، اغلب شغلك هيبقى rejected. يعني هي it's a fact of life unless you're John Williams مثلا اللي هو لكن غير كده في يعني the ultimate masters, even the ultimate masters عندهم shelves and shelves and shelves of rejected music. فاهم؟ حتى عندنا في العالم العربي يعني حتى لو بنتكلم على الماسترز اللي هم لو بنتكلم على عبد الوهاب مثلا او كده، عبد الوهاب شخصيا عنده hundreds of things that he didn't release, something hundreds of things that he يعني يتخيل ان عبد الوهاب كان بيترفض له اغاني في الاذاعه. ده عبد الوهاب اللي هو اكبر من الاذاعه، يعني هو فيجر اهم من الاذاعه وبيترفض له اغاني. فاهم؟ فاللي هو it happens to everyone no matter at what stage يعني you're at. هي جزء من شغلك ومن كاريرك، ف you have to be at peace with it. طبعا ساعات بتبقى محبطه لدرجه مؤلمه جدا. يعني في بروجكت عملته مثلا هم جم عليا قوي في البادجت بتاعته، بس هو كان بروجكت مهم قوي بالنسبه لي فاي اكسبتد ات. وبعدين انا قلت انا هانفست 100% من البادجت عشان اطلع المزيكا باحسن شكل ممكن ومش هاخد ولا مليم. وبعد ما عملت كل ده قالوا لي المزيكا وحشه جدا، اللي هو it's a very disappointing moment. يعني اللي هو انا عملت كل اللي اقدر عليه فعلا فعلا فعلا، وفي الاخر المزيكا ما كانتش عجباني. المهم ايرونيكلي ان المزيكا لما نزلت على ساوند كلاود جبت ملايين البلايز والناس كلها عجبتها جدا. ولحد النهارده يعني الكلام ده فات عليه سنين، لحد النهارده بيجي لي عليها مسجز والناس تقول المزيكا دي غيرت حياتنا ومش عارف ايه. هو سيمبلي كلاينت كان ذوقه مختلف، لكن هي ما كانتش مزيكا وحشه. فاهم؟ وده رجعنا لفكره الذوق اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شويه كده، ان هي مزيكا في حد ذاتها كانت عاجبه كل الناس الا الكلاينت. فاهم؟ بس از لونج ان انت ما رضيتش كلاينت، انت في نظره انت فشلت يعني. و it caused a very deep trauma in me ما عرفتش اتعافى منها لحد دلوقتي. يعني هو فات سنين ولحد دلوقتي انا في نظر نفسي كومبوزر فاشل يعني. فشلت في تجربة او فشلت في تجربة بالنسبة لهم، لكن مش معنى كده ان التجربة كانت فاشلة. طيب يعني ممكن اقول ان دي رسالة لناس كتير ممكن يكون عندها شكوك في نفسها، ان الحمد لله رغم كده برغم البورتفوليو الكبير اللي عندك ان انت لسه بتعدي بمراحل. طبعا يا لهوي مش لسه، ده هو ده الديفولت يعني. بالظبط، في فشل ومشاريع بتترفض وحاجات كتير، وبرغم كده الحمد لله لسه بتكمل وبتجرب تاني وبتفشل في ده وتجرب البروجكت اللي بعده وكده يعني. فشكرا على مشاركتنا التجربة بمنتهى الصراحة يعني. السؤال الأخير اللي أسأله لك خالد، بعد المرحلة اللي هو وصل لها دلوقتي حالا من البروجكت، داخلين على بروجكت رقم 300 وملايين الليسنز والفيوز والمسجز والحاجات دي كلها جات لك عشان تابريشيت شغلك وتقول لك شكرا، او ان حاجه زي دي علمت معايا، او انا فاكره. يقول ايه الخالد وهو ماسك الشماعات وقاعد بيتظاهر ان هو ميوزك كومبوزر في المستقبل؟ ده سؤال مؤثر قوي، تأثرت يعني. يعني جزء هيقول اصبر it's worth it يعني. لو في حاجة هقولها يعني هقول له
اللي هو هتفشل كتير قوي 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 قوي، بس اصبر it's worth it in a way or another يعني. باختصار. اوكي خالد، يعني انا قبل ما نخلص او نقفل انا عايز اقول لك بجد ان انا يعني فخور بيك جدا جدا. انا قبل ما انت تطلع تعمل الماسترز بتاعتك يعني انا كتبت البوست، والبوست لسه موجود، تقدر ترجع له وتقدر تبقى تشوفه وتقدر تبقى كده. بس انا فاكر احنا اتقابلنا تحت البيت عندي قبل ما انت تعمل الماسترز، فاكر ايوه، وخدنا صوره وانا كتبت فيها ان برغم ان احنا بنفس العمر وبنفس السن انا بكونسيدرك واحد من ماي رول مودلز. يا نهار ابيض على الباشن اللي عندك وعلى ان انت عايز تكمل في الحاجه وعايز تجيب اخرها وهتفضل تسعى لغايه الاخر وكده. فيعني انا فعلا فخور جدا جدا بيك، وفخور بالجيرني بتاعتك والرحله بتاعتك، ورافض بشده فكره ان انا احس ان البيك بتاعك بيخلص عند 2028 لان انا لسه مستني اكتر من كده بكتير، ولسه مستني ان انا ان شاء الله في مشاريع هتبقى ليا في المستقبل هنكون بنعملها مع بعض. ان انا غالبا مثلا 2028 ده هتكون بدايه البيك بتاعتي مثلا ولا حاجه، فاهم؟ فاللي هو ايه فاسمه ايه ده، ففي الوقت ده ان شاء الله يعني هبقى عايز ان احنا نكون بنتعاون مع بعض اكتر ونكون بنعمل حاجات اكتر. فانا رافض للي انت بتقوله ده بشده، اتمنى يعني. بس شكرا تاني على كل حاجه قلتها في الحلقه، شكرا على وقتك، شكرا يعني على giving back وعلى الريسورسز اللي انت شاركتنا بيها والتجارب اللي انت شاركتنا بيها. ويعني وانا متاكد 100% ان الحلقه دي ان شاء الله هتكون مفيده لناس كتير جدا جدا جدا، يعني زي ما هي كانت مفيده بالنسبه لي. ويعني نفضل كده نشجع بعض على سبيريت الجيفنج باك ان شاء الله. يا رب. شكرا جدا جدا جدا، واتبسطت جدا يعني فعلا، اسئله يعني مميزه جدا وذكيه جدا و تو ذا بوينت جدا، وبين ان هي يعني للناس المتخصصه قوي، وفي نفس الوقت لو انت جنرال اودينس فانت هتبقى برضه فولوينج along وكده. فيعني شكرا يعني الحمد لله والله انا سعيد بحاجه زي كده. بس وتاني يعني والله شكرا بجد يا خالد جدا يعني. بس و نستنى نشوف ان شاء الله الامباكت على الحلقه عند النزول ان شاء الله. شكرا يا خالد جدا. and سلام. cut.